دب باندا تخين الكل بيتريق عليه لكنه بيتحول لأقوى مقاتل في العالم علشان يثبت لهم إنه قوي. جايب لك سلسلة كونغ فو باندا كلها النهاردة، فما تنساش تفرحنا بلايكك الجميل وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الحكاية. الجزء الأول بيبدأ وسط قرية بسيطة جدا لكن كل اللي فيها بيمارسوا فنون القتال، والنوع ده من الفنون بيتطلب قوة كبيرة جدا، علشان كده مش أي حد بيقدر ينضم لمدرسة الكونغ فو في القرية قد كده. وده ياخدنا بقى نتعرف على بطلنا النهارده بو، اللي من صغره هو بيسمع كلمة كونغ فو في القرية لكنه معرفش معناها غير لما كبر، ومن كتر ما هو بيسمع عن الكونغ فو قلبه بقى متعلق بيه جدا. لكن وزنه مش بس كبير، ده ضخم جدا وده مسبب له مشاكل كتير في حياته، بس كل ده ما كانش منعه من حبه للكونغ فو وانه يتفرج على كل المقاتلين وهم بيتدربوا، واللي كلهم كانوا بيتدربوا تحت ايد المعلم شيفو، اشهر معلم كونغ فو في القرية، واللي ما بيختارش اي حد كده في فريقه، وكان عامل له مكان خاص بيه للتدريب في اعلى جبل عندهم. وعلشان حد يطلع الجبل ده محتاج قوة ورشاقة وشوية نفس وبال طويل حبتين. شيفو ما كانش مجرد معلم كونغ فو بس، ده كمان كان متولي حماية القرية من يوم ما بقى مقاتل، وحياته كلها بدأت تحت ايد الحكيم اوجواي اللي اعتزل التدريب وبقى حكيم قد الدنيا دلوقتي، ما بيعملش اي حاجة غير انه بيقعد يتأمل في خلق ربنا وخلاص. ولكن خلينا نتعرف اكتر على ابوه اللي كان شغال مع باباه البطة في مطعم للنودلز، واللي كان معظم الاكل بتاع اهل القرية من عنده. اما ابوه فكان بيساعد باباه في كل الشغل، لكنه كان بيسمع تريقة من كل اللي حواليه بسبب انه تخين حبتين، وخلينا نقول 3 4 5 6. لكن الحلو في الموضوع ان المطعم بتاعهم كان بيشغي زباين طول الوقت مش ملاحقين على الطلبات، وده يرجع للوصفة السرية اللي والد بو بيقدمها لهم، واللي محدش يعرف مكوناتها غيره هو وبس. حتى بو ما يعرفش عنها اي حاجة، لكنه كان دايما بيوعد بو انه لما يكبر هيقول له على مكونات الوصفة دي علشان يكمل المسيرة بتاعته جوه المحل. بس بو ما كانش حلمه انه يكمل جوه المطعم الضيق ده، وطول عمره بيحلم انه يبقى مقاتل كونغ فو ونفسه يبقى واحد من تلاميذ المعلم شيفو. هنا بقى بننتقل للمعلم شيفو نفسه علشان نتعرف عليه اكتر. بنعرف ان عنده 5 مقاتلين على الفرازة منقيهم بنفسه ومختارهم علشان يكملوا المسيرة هم كمان من بعده. في الوقت ده كان بيدربهم على فنون القتال، برغم ان عمره كبير الا ان ولا واحد من المقاتلين كان قادر عليه. وبعد ما بيخلصوا التدريب بيقعد معاهم علشان يديلهم شوية نصايح، وبيعرفهم كمان ان حكيم القرية هيقابلهم قريب ويعمل لهم اختبار علشان يختار التنين المقاتل من وسطهم. والاسطورة دي بتتداول عندهم على مر السنين لانهم مؤمنين ان التنين المقاتل ده هو اللي هيحكم القرية بقية الحياة وهيحميهم من الاشرار، واكيد يعني التنين المقاتل ده هيكون واحد منهم. وبعد ما بيحكي لهم كل حاجة بيروح علشان يقابل الحكيم ده اللي بنعرف ان اسمه اوجواي. اوجواي الحكيم كان هو المعلم بتاع شيفو زمان، وهو اللي اختاره يكمل المسيرة من بعده، علشان كده كان ليه مكانة خاصة عند شيفو. المهم اوجواي بيبدأ يحكي لشيفو عن حلم بيه امبارح، وانه شاف تاي لونج راجع للقرية من تاني وبيدمر فيها. لكن شيفو بيبقى مطمن شوية وبيطمن الحكيم اوجواي ان تاي لونج محبوس في اقوى سجن عندهم، وان عليه حراسة مشددة عمره ما يعرف يخرج من وسطهم. وعلشان يطمن الحكيم اوجواي بينادي على زنج المساعد بتاعه وبيبعته للسجن علشان يطلب من قائد الحرس هناك انه يزود الحراسة اكتر على السجن ويشيلوا الموضوع ده من دماغهم خالص. وطبعا زنج بياخد جناحاته في بقه وبيطير بسرعة على السجن هناك. في الوقت ده بنحس ان شيفو خايف جدا من الحلم بتاع الحكيم اوجواي، خاصة انه يخص تاي لونج واللي تقريبا كده عامل له رعب قوي. ساعتها بيعرف الحكيم اوجواي ان لو حصل يعني وتاي لونج خرج من السجن ورجع للقرية هيقتلهم كلهم ويدمر القرية، وان مفيش غير شخص واحد بس اللي هيقدر يوقفه وهو التنين المقاتل. علشان كده بيطلب منه انه يسرع العملية ويختار التنين المقاتل علشان يبقوا مطمنين اكتر. فاجواي بيطمنوا ان الوقت جه خلاص وان هم هيستخدموا مخطوطة التنين المقاتل وهيعملوا الحفلة بكرة قدام كل اهل القرية عشان يحددوا مين اللي هيكمل المسيرة من بعدهم. بنرجع مرة تانية لبو وهو بيساعد باباه في المطعم، لكنه بيفرح جدا لما بيشوف منشور للمعلم اجواي انه هيختار التنين المقاتل قريب، وعلشان كده بيطلب من الزباين يخلصوا اكل بسرعة علشان يلحقوا الحفلة. ساعتها والد بو بيطلب منه ياخد عربية النودلز ويطلع بيها على المعبد لان الحفلة هتبقى مليانة زباين وهيكسبوا فلوس كتير، بالرغم ان بو متضايق من الموقف ده وانه مش عاوز يبقى مشغول ببيع النودلز وهو بيتفرج على التنين المقاتل، الا انه بيسمع كلام
كلام باباه اللي بيديله عربية مليانة نودلز محدش يقدر يحركها من مكانها. في نفس الوقت كانت الحفلة بدأت وكل المقاتلين الخمسة بيعملوا استعراض قدام الناس علشان يبينوا مهارتهم قدام الناس ويخلوهم يثقوا فيهم أكتر. وقتها كان بو وصل للسلم بتاع المعبد اللي كان طويل قوي وصعب على بو إنه يشيل عربية النودلز دي كلها ويطلع بيها، ولما بيحس إن أبواب المعبد هتتقفل قبل ما يوصل بيسيب عربية النودلز تحت السلم وبيطلع بسرعة. بس للأسف على ما بيوصل بيكتشف إن الأبواب اتقفلت والمقاتلين الخمسة بيعرضوا قدراتهم وهيبقى صعب إنه يدخل، علشان كده بيدور على أي طريقة يدخل بيها، زي إنه بيمسك غصن شجرة وبيحاول يخليه يرميه جوه المعبد، بس غصن الشجرة بيتكسر بيه وبسبب وزنه الكبير وبقى محتار يلحق الحفلة إزاي. في الوقت اللي بو بيحاول يدخل فيه المعبد كان المعلم أوجواي بدأ الطقوس بتاعته علشان يختار التنين المقاتل وبيعرف الكل إنه حاسس بوجود التنين المقاتل في المكان، وبما إن مفيش قدامه غير المقاتلين الخمسة فكانوا فاكرينه يقصد حد فيهم ومستنينه يختار حد من وسطهم. بنرجع مرة تانية لبو اللي كان لسه بيحاول يدخل المعبد وبيخترع طريقة بالألعاب النارية، حاجة كده زي ما بيجمعهم كلهم في كرسي واحد علشان تبقى قوية وتخليه يطير لجوه. بس باباه بيظهر في اللحظة دي ولسه هيتكلم معاه الألعاب النارية بتشتغل وبو ما بيقدرش يتحكم فيها فبيطير جوه المعبد. ولسه المعلم أوجواي هيختار التنين المقاتل وبيشاور عليه، هوب لقى بو هو اللي قدامه، لا وبيشاور عليه كمان، فبيحاول بو يتحرك من مكانه ولكن بيلاقي المعلم أوجواي بيشاور عليه برضه وسط صدمة من المقاتلين الخمسة والمعلم شيفو. ولكن الناس بيبدأوا يهيصوا في المعبد باختيار التنين المقاتل والحراس بييجوا يشيلوا بو علشان يحتفلوا بيه. كل ده وبو نفسه مش مصدق انه هو التنين المقاتل. فالمعلم شيفو كان مصدوم وبيجري بسرعة على الحكيم أوجواي علشان يقول له ان بو مش التنين المقاتل وانه ظهوره في الوقت ده مجرد صدفة مش اكتر. ولكن الحكيم أوجواي بيعرفه ان مفيش حاجة صدفة وان كل حاجة وليها وقتها، وبيأكد له ان بو هو التنين المقاتل. وبيتصدم شيفو من اللي حصل والراجل كان هيجيله جلطة حرفيا وبيفضل يفكر ازاي يتخلص من بو. في نفس الوقت كان المساعد زنج وصل للسجن وهناك قابل قائد السجن وقال له على طلب المعلم شيفو، ولكن قائد السجن فضل يضحك على كلامه وعرفه ان السجن ده موجود فيه 1000 حارس واستحالة ان تاي لونج يعرف يهرب منه، واخدوا يفرجوا على الحراسة اللي محطوطة عليه. وفعلا لما زنج دخل الزنزانة اتفاجئ ان تاي لونج متكتف من كل ناحية واستحالة اي حد يقدر يفك السلاسل دي. لكن قائد السجن كان بيتعامل باستهتار شوية وقام ضارب زنج على ظهره فبتقع منه ريشة، وهنعرف الريشة دي هتعمل ايه كمان شوية. المهم قائد السجن اخد زنج ونزل بيه لتاي لونج وقعد يتريق عليه ويغيظه انه مش قادر يحرر نفسه، وقال له ان الحكيم أوجواي هيختار التنين المقاتل. وبعد ما خلص معاه ومشي بنشوف الريشة بتاعت زنج بتقع قدام تاي لونج اللي بياخدها بديله. بنرجع مرة تانية لبو اللي عمال يلف في كل حتة في المعبد ومبهور بكل الأسلحة والتقنيات الموجودة فيه، وده لأنه أول مرة يدخل المعبد وبيشوف كل الأغراض الأثرية اللي محدش شافها قبل كده. لكن وهو بيتفرج كده المعلم شيفو بيفاجئه وبيطب عليه وده بيخليه يتخض ويتوتر وبيكسر فازة أثرية عمرها 1000 سنة. فبيتعصب المعلم شيفو عليه وبيزعقله وبيعرفه إن مش هو التنين المقاتل ولا عمره هيبقى التنين المقاتل، وإنه مش هيبقى التنين المقاتل غير لما يحصل على المخطوطة السحرية، وده مش هيحصل لأنه تخين وما يعرفش حاجة غير الأكل وبس، حتى الكونغ فو ما يعرفش حاجة عنه غير اسمه. فبيبدأ المعلم شيفو يقرب من بو وبيمسك صباعه فبيخاف بو من الحركة دي لأنه عارفها وإنها تبقى حركة صعبة وسحرية بتقضي على الخصم بسهولة وبسرعة وبيسموها إصبع ووشي. ولكن شيفو بيستغل خوفه ده وبيبدأ يهدده ويخوفه أكتر وبيعرفه إنه لو ما خرجش من هنا هو اللي هيقتله بنفسه، وبياخده معاه لقاعة التدريب اللي بتبقى مليانة بأدوات التدريب الصعبة، نار وقيود وأسلحة كتير محدش يقدر ينجو منها، بس هو عاوز يبهدله علشان يخاف أكتر ويهرب من نفسه وبيسيبه جوه القاعة لوحده. فالأسلحة كلها بتضرب فيه ما بين أسهم ونار وقيود ما بيقدرش يهرب منها غير لما بيتأذي جامد وبيخرج له وهو محروق وحالته حالة. أما باقي المحاربين فبنشوفهم وهم ماشيين في الجبل متضايقين علشان الحكيم أوجواي ما اختارش واحد منهم وشايفين إن هم أحق بالتنين المقاتل من أي حد، وبيفضلوا يتريقوا على بو بسبب وزنه. ولكن بو كان ماشي وراهم وسمع كل كلامهم وبيتضايق جدا علشان محدش مقدره ولا مديله حقه وبيحس إن معاهم حق لأن هو ما يستاهلش المنصب ده. بيبدأ يقرب منهم علشان يحبوه ويتعلم منهم، لكن ولا واحد فيهم بيبقى متقبله أصلا، فبيتسحب لحد أوضهم علشان يشوف هم بيعملوا إيه ويعمل زيهم. بس وزنه الزيادة
الزيادة ده مسبب له مشاكل كتير، لأن الأرضية نفسها ما بتستحملوش وبتتكسر، وغصب عنه بيدخل على واحد منهم أوضته فبيعتذر له إنه دخل من غير استئذان. والواد تخين يا جدعان مش قادر يقف على رجله، تحس إنه واقف على مية حرفيا، لأنه عمال يدغدغ في كل حاجة حواليه، ولما بيتحرج بياخد بعضه ويمشي. بس بتطلع له تاي جريس النمر اللي هي واحدة من الأبطال الخمسة، وبتبدأ تعايره وتعرفه إنه ملوش مكان وسطهم وإنه عار على الكونغ فو. بتطلب منه إنه يسيب المعبد من نفسه ويمشي أحسن ما يتبهدل وسطهم. المهم بو بيتضايق من كلامها، بس بيبان إنه طيب وغلبان، فبيروح يدور على أي حاجة ياكلها، لأنه كل ما يزعل ياكل، وحياتك حتى وهو مبسوط برضه بياكل عادي على فكرة. المهم وهو واقف عند شجرة مقدسة ما يعرفش إنها مقدسة أصلا، بيقعد يقطف منها وياكل على آخره. فالحكيم أوجواي بيعدي عليه ويشوفه، فبيفتكره كان بيدور على الشجرة بصفته التنين المحارب يعني، وطبعا بو ما بيبقاش فاهم هو يقصد إيه، بس عمال ياكل وخلاص. المهم يا سيدي من كتر الإحباط اللي عنده بيشتكي للحكيم على الأبطال الخمسة عملوا فيهم، وبيقول له إن معاهم حق في اللي قالوه، لأنه ما عندوش أي قوة فعلا ولا حتى مخالب يدافع بيها عن نفسه، والكونغ فو ما يعرفش عنه غير اسمه بس، فما يستحقش يبقى وسطهم. لكن الحكيم كان ليه رأي تاني ومصمم إن التنين المحارب غصب عنه، وكأنه شايف حاجة جواه محدش تاني شايفها. سيبك بقى من بو دلوقتي وتعال نروح لتاي لونج اللي كان أخد الريشة من شوية. فاستنى لحد الوقت المناسب وبدأ يفك السلاسل والقيود بيها، ولسه زنج ما كانش خرج من السجن، لقوا تاي لونج بيفك نفسه وما عادش مربوط غير من ايديه بس. فزنج كان عاوز يجري على شيفو ويعرف اللي حصل، لكن قائد السجن وقفه وصمم يفرجوا على اللي الحراس هيعملوه في تاي لونج، وان عمره ما هيقدر يهرب منهم. الحرس بقى بدأوا يضربوا اسهم كتير على تاي لونج اللي استغلها لصالحه وخلاها تكسر السلاسل بتاعته، وبدأ يحرر نفسه خالص منهم، واستخدم الاسهم الكتير دي واتسلق عليها علشان يطلع لهم. فقائد السجن طلب من الحراس ان هم يكسروا الجسر اللي ما بين الزنزانة وبينهم علشان تاي لونج ما يعرفش يعدي عندهم، ولكن تاي لونج كان قوي جدا وقدر يعدي الجسر قبل ما يتكسر، ونزل طحن في الحراس كلهم ومحدش كان قادر عليه. ومسك قائد السجن علمه الادب لحد ما خلص عليهم كلهم، وبعدين قام ماسك زنج وقايل له رساله يوصلها لشيفو، وهي ان التنين المقاتل الحقيقي راجع من تاني. فزنج ما صدق خلع منه وطار بسرعه على شيفو علشان يبلغه. تاني يوم بنشوف المعلم شيفو وهو بيصحى بالابطال الخمسه علشان التدريب، ولما بيعدي على ابوه في اوضته ما بيلاقيهوش، فبيفتكر انه اقتنع بكلامه امبارح وخلاص مشي، وبيفرح جدا انه مش هيتعب مع واحد زي حالاته. ولكن المفاجأة بقى اول ما بيوصل اوضة التدريب بيلاقيه مستنيهم هناك وعمال يتمرن على اخره. المصيبة ان بو كان معلق نفسه في وضعية غلط ومش قادر يتحرك بسببها، ولما شيفو شافه طلب من زمايله يساعدوه وينزلوه، ولكن بو كان مصمم انه قادر يقف لوحده ومش محتاج مساعدة من حد. بس شيفو كان فاهم اكتر منه، وعلشان كده بدأ يشرح له ان الوضعية اللي بيعملها دي محتاجة سنين لتدريب علشان يتقنها، وانه مش بسهولة كده يقدر يتعلمها ولا يتقنها في يوم وليلة. وبيطلب من الخمس مقاتلين بتوعه ان هم يبدأوا يدربوه على كذا تقنية تانية. تقريبا كده ادالهم المساحة اللي كانوا مستنيينها، لانهم كانوا بيكرهوا بو جدا، وبدل ما يدربوه كانوا نازلين في ضرب وإهانة، وكل واحد فيهم بيطلع زهقه عليه. حتى شيفو نفسه بيدخل معاهم وبيساعدهم، وكان باين انه زهقان منه هو كمان، لدرجة ان هم بيرموه بره المعبد خالص. وبسبب اللي عملوه فيه ده كانوا مفكرين ان ابوه هيخاف يرجع لهم تاني، او على الاقل من كتر البهدلة اللي اتعرض لها مش هيقبل يرجع لهم مرة تانية، خاصة ان سلم المعبد كان طويل جدا فهيكسل يطلعوا كله. ولكن حصل حاجة عكس توقعاتهم، وهي ان هم لقوا ابوه داخل عليهم تاني ولا كأن في حاجة حصلت، فبيضطروا ساعتها ان هم يستحملوه شوية ويبداوا يزهقوا فيه اكتر واكتر لحد ما يزهق ويمشي خالص. ساعتها الجرادة مانتس بياخدوا معاه علشان يعالجوا بالابر الصينيه، وبالمره يشغلوا الاعصاب بتاعته شويه. في الوقت ده بنشوف تاي جريس وهي داخله تتكلم معاه وتبدا تحكي له عن تاي لونج وعن قد ايه هو قوي ومخيف ومحدش يقدر يقف قدامه، واللي كان باين من كلامها انها بتخوفه من تاي لونج علشان يخاف ويمشي. ولكن بو كان مركز في كل كلامها وبيسمع الحكايه وهو مستمتع كمان. هنا بقى بنعرف ان تاي لونج كان واحد من تلاميذ المعلم شيفو ومتربي على ايده كمان، لدرجه انه علمه كل التقنيات السريه في الكونغ فو، وكان بيعامله كانه ابنه بالظبط لحد ما كبر وبقى اقوى مقاتل كونغ فو على مر التاريخ. وبنعرف ان شيفو كان مستني ان تاي لونج يبقى هو التنين المقاتل ويبقى هو الخليفه من بعده، بس لما جت اللحظه اللي الحكيم اوجواي هيختار فيها التنين المقاتل، المعلم شيفو اتفاجئ لما لقاه بيطلب منه انه يمشي تاي لونج خالص، لانه كان شاف اللي شيفو نفسه ما كانش شايفه، وهي ان تاي لونج مغرور وبيحب نفسه
اكتر. ومن شروط التنين المقاتل انه يبقى متواضع وبيحب الناس ويفضلهم على نفسه، وساعتها بقى الدنيا اتغيرت وتاي لونج بان على حقيقته وتحول من شخص كان بيحب الكل لشخص بيكره كل الناس، لانه كان شايف انه احق واحد بمخطوطة التنين المقاتل وان هو المقاتل الابدي. ومن كتر الكره اللي جواه قرر يسرق المخطوطة بنفسه لولا المعلم اوجواي وقفه وواجهه، وساعتها بان ان تاي لونج لسه ضعيف شوية. فالمعلم اوجواي طلب من شيفو انه يبعته للسجن، ومن يومها وهو محبوس هناك. ومن ساعتها والمعلم شيفو ما عادش بيشوف حد قدامه، ما عادش بيقرب حد منه لانه اتصدم في اقرب حد ليه واللي فضله على روحه، وما عادش بيدي لحد اسرار الكونغ فو من قله ثقته في اللي حواليه. وفي اللحظه دي بنلاحظ ان تاي جريس بتحكي الحكايه وهي متاثره جدا، كان نفسها ان المعلم شيفو يعتبرها زي تاي لونج ويديها اسراره، او على الاقل يعاملها بمقدار الحب اللي جواها ليه، بس لسه هتستنى ابوه يرد عليها. لقيته مطلع لسانه في وشها ولا همه اي حاجه خالص علشان تاي جريس تتضايق من اسلوبه ده، وكانت هتنزل عليه بالقضيه لولا مانتس وقفها وقال لها ان الغلطه غلطته لانه رشق ابره في مكان غلط. في نفس الوقت كان المعلم شيفو قاعد في المعبد بيتامل كعادته، لقى زنج داخل عليه بيبلغه بالخبر الاسود بتاع هروب تاي لونج. ما كدبش خبر وطلع يجري على الحكيم اوجواي علشان يقول له وان هم دلوقتي في مصيبه علشان ما حدش هيقدر يوقفه. ولكن الحكيم كان عنده ثقه كبيره في بوه وشاف انه يبقى التنين المقاتل الحقيقي اللي هيقدر يقف في وش تاي لونج واللي زيه، عكس اللي المعلم شيفو شايفه خالص لانه مش مقتنع ببوه من اي ناحيه. وبيحاول يقنع الحكيم اوجواي انه يختار اي حد من الابطال الخمسه علشان يبقى التنين المقاتل بداله، ولكن الحكيم اوجواي بيرفض وبيعرفه ان مفيش حاجه صدفه في اللي حصلت، وانه لو كان شاف حد في الابطال ينفع يبقى التنين المقاتل ما كانش اتاخر، ولكن بوه هو الوحيد اللي يستحقها وهو اللي هيوقف شر تاي لونج. وقام مسلم العصايه بتاعته لشيفو ومعرفه انه هيستلم المهمه مكانه لانه عمره انتهى ولازم يؤمن بكل كلمه قالها له ويجهز بوه في اسرع وقت. وبتظهر ساعتها شويه ورق شجر علشان تاخد الحكيم اوجواي اللي بيختفي وسطهم على طول، زي ما تقول كده روحه بتطير للسما. في نفس الوقت بقى كان بوه عمال يعمل نودلز للابطال وعاوز يقرب منهم، فبدل ما يتعلم منهم حاجه قام متريق على المعلم شيفو، وكل ده علشان يضحكهم. ولكن فجاه المعلم شيفو بيطب عليهم ويشوف المهزله اللي عاملينها دي، وبيفضل يزعق معاهم لان هم المفروض يبقوا جاهزين لمواجهه تاي لونج، ولكن اللي بيعملوه ان هم قاعدين ياكلوا ويهزروا، وبيعرفهم بالمصيبه اللي جايه لهم في الطريق وان بوه هو اللي لازم يواجهه. بس الابطال الخمسه بيعترضوا على الموضوع ده، وتاي جريس بتطلب من المعلم شيفو انه يسمح لهم يوقفوا تاي لونج لكنه ما بيقبلش، وبيعرفها ان بوه هو الوحيد اللي يقدر يوقفه وكمان ده دوره. عمك بوه بيسمع الجملتين دول من هنا وبيقوم طالع يجري على بره من هنا. مين يابا اللي هيواجه تاي لونج؟ تقصدني انا؟ ده انا حياتي كلها عباره عن اكل ونوم، عاوزني اموت في عز شبابي؟ المهم بقى المعلم شيفو ما بيسكتش وبيلحقه قبل ما يهرب وبيوقفوا علشان يفكروا بانه التنين المحارب ولازم يواجه قدره. ولكن بو ما كانش مقتنع ان هو التنين المحارب اصلا، وهيستنوا ايه من باندا تخين ما يعرفش غير الاكل والنوم بس، وانه المفروض علشان يتعلم الكونغ فو محتاج له 100 سنه مثلا. المفروض برضه ان تاي لونج جاي في السكه واكيد مش هيغيب 100 سنه يعني. والصراحه كلامه كله بالمنطق، علشان كده شيفو بيحس ان تعبه هيضيع بس بيصمم يعلمه اي حاجه علشان الحكيم اوجواي امره بكده. بنكتشف بقى ان تاي جريس كانت واقفه تتصنت عليهم وسمعت كل اللي قالوه، ما بيعجبهاش الكلام خالص، وعلشان كده بتقرر انها تواجه تاي لونج بنفسها وتوقفه. وبنتفاجئ ان المحاربين الخمسه كلهم رايحين معاها، وده لان هم قرروا نفس القرار بتاعها، بالبلدي كده ما حبوش يسيبوها لوحدها، وكمان يثبتوا للمعلم شيفو ان هم يقدروا على تاي لونج. تاني يوم على الفجريه كده كان المعلم شيفو قاعد يتامل في الجو، وفجاه سمع صوت خبط ورزع جاي من جوه، فدخل يشوف ايه مصدر الصوت ده. اكتشف ان بو مبهدل الدنيا على الاخر ومكسر كل حاجه في الاوضه، وكل ده علشان بيدور على اكل وجعان. فلما شيفو بيبص على الاوضه بيلاقي اماكن كتير عاليه ومتكسره برضه، فبتجيله فكره كده وبيقوم قايل ان القرد مخبي الاكل فوق الدولاب وبيسيبه ويخرج علشان يدوب يخبي نفسه ويرجع له تاني. بيكتشف انه طلع فوق الدولاب بسرعه كبيره، ومن هنا بقى كانت البدايه. شيفو حس ان الاكل هو الحافز الوحيد اللي عند بو، علشان كده محبش يضيع الفرصه على نفسه وقام مستغلها صح، لانه بياخد بو معاه للجبل المقدس ويمرنه هناك مقابل كام كعكه يديها له، فلو اتعلم حركه هيديله كعكه وكده. وبدا اول تدريب بطبق كعك كبير، وساعتها بو اشتغل على نفسه ولا اجدعها حمار مربوط في ساقيه، وفضل يتعلم ويجري ويحاول بسرعه علشان يكسب طبق الكعك. بس على مين؟ المعلم
المعلم شيفو مسكتش بالسهوله دي، وقام واكل الكعك كله ما سابش منه غير واحده بس، والواحده دي بقى حطها تحت اطباق كتير وفضل يلف الاطباق علشان تتلخبط ويختبر قوه التركيز اللي عند ابوه. لكن الواد كان مركز حرفيا وقدر يطلع الكعكه بسهوله، وبعدها بداوا يتخانقوا سوا وطلع مهارات عاليه جدا قدر من خلالها انه يمسك الكعكايه وفاز بيها. الغريبه بقى انه بعد كل ده ما كلهاش، تقريبا فهم المعنى اللي شيفو كان يقصده، او يمكن حس انه ما ينفعش ياكل كتير من يوم ورايح. المهم انه بيرميها لشيفو علشان ياكلها بداله. على الناحيه التانيه كان الابطال الخمسه وصلوا للجسر اللي تاي لونج معدي من عليه، وهنا بداوا يتعاونوا سوا ويتحدوه علشان يقتلوه، وحاولوا يكسروا الجسر علشان ما يقدرش يعدي، وفعلا عملوا كده. لكن تاي لونج كان اقوى واذكى منهم وقدر ينط من فوق الجسر لحد عندهم. بعد شويه بنشوف بو وهو راجع مع شيفو من الجبل، اتفاجئوا بالطائر وهو جايب زمايله متضررين خالص، وكل واحد فيهم واخد له ضربه جايبه الارض. المهم بو طبعا بيبقى عنده فضول يعرف مين اللي عمل فيهم كده، فبيعرفوه ان تاي لونج. وقتها بيتصدم وبيتنح حرفيا، واللي هو تاي لونج عمل كده في الابطال الخمسه، امال انا هيعمل فيا ايه؟ هيعمل فيا ايه؟ ساعتها شيفو بياخده معاه للمعبد وبيفرجوا على مخطوطه التنين المقاتل، وبيستخدم عصايه الحكيم اجواي علشان يجيبها له، وبيعرفوا ان جواها قوه التنين المحارب اللي لو حد اخدها يقدر يفوز على اي حد. فبتشجع ابوه انه يفتحها ويكتسب القوه اللي كله بيجري وراها دي. بس المفاجاه انه اول ما بيفتحها بيكتشف انها فاضيه وعباره عن ورقه شفافه شبه الازاز كده شايف وشه فيها، فبيستغرب وبيفتكر انها اتغيرت ولا حد سرق المخطوطه الاصليه. لكن شيفو كان واثق في المعلم بتاعه وان اكيد المخطوطه فيها سر محدش يعرفه غيره، بس المشكله ان هما ما يعرفوش السر ده، وفي خطر كبير جدا على اهل القريه لو تاي لونج وصل. علشان كده شيفو بيحاول يلحق الموضوع بدري، وبيطلب من الابطال ان هم يخلوا القريه كلها ومحدش من السكان يتبقى في القريه، لان تاي لونج لو وصل هيدمرها. وبيطلب من بو انه يمشي معاهم وهو هيستنى يواجه تاي لونج بنفسه. فبيحس بو انه غلطان من البدايه وبيروح يتلم حاجته من البيت، وهناك بيقابله باباه اللي لما بيلاقيه زعلان بيحب يفرحه، فبيقول له على الوصفه السريه بتاعت النودلز، واللي بيطلع مفيش وصفه سريه ولا حاجه، وان الوصفه السريه هي النودلز نفسه. المهم بو ساعتها بيمسك المخطوطه وبيقارن بينها وبين الوصفه السريه بتاعت باباه، بيكتشف ان التنين المحارب ملوش سر ولا حاجه، وان قوته كلها تكمن جواه وايمانه بنفسه. وهنا بقى بيعرف سر المخطوطه، علشان كده بيغير رايه وبيقرر يرجع المعبد تاني علشان يواجه تاي لونج، اللي بالمناسبه كان وصل للمعبد وكان متضايق جدا من شيفو. فبداوا الاتنين يلوموا على بعض، وده كان بيعتبره ابنه وده بيعتبره زي باباه، والاتنين بداوا يفتكروا ذكرياتهم القديمه سوا. ولكن تاي لونج كان مليان كره وعصبيه، فما استناش ولا قدر اي لحظه حلوه كانت بينهم مع شيفو، وقام هاجم عليه بكل قوه. والاتنين كانت قوتهم كبيره، لكن قوه تاي لونج كانت اكبر لان الغضب اللي جواه كان مخليه مش شايف حاجه، عكس اللي شيفو حسه لانه متخيل ابنه اللي رباه قدامه. والمشاعر دي كلها ما نفعتش في حاجه، لان تاي لونج بيوقعه على الارض، فشيفو بيعتذر له انه حوله للشخص ده وانه كان فخور بيه زمان، وشويه كلام حنين كده. بس تاي لونج بيحس انه هيحن له تاني، علشان كده بيكتم حبه ليه وبيمسكه علشان يخنقه. ولما بيشيله وبيرفعه لفوق بياخد باله من مخطوطه التنين المحارب مش موجوده، فبيتعصب اكتر وبيبدا يسال شيفو، فبيعرفه ان التنين المحارب زمانه في نص الطريق دلوقتي ومش هيقدر يوصل له. فبيتضايق تاي لونج وبيظهر مخالبه علشان يقتل شيفو. ولكن في اللحظه المناسبه بو بيظهر اخيرا وبيقف قدامه، بس كان باين عليه انه مرهق بسبب طلوعه السلم. ساعتها تاي لونج بيستغرب مين الباندا التخين اللي واقف قدامه ده، وبيطلب منه يعرفه عن نفسه. ولما بو بيقول له انه التنين المقاتل، تاي لونج كان هيعملها على روحه من كتر الضحك، تقريبا كان مفكر انه بيتريق عليه. ولكن بو بياكد له كلامه وبيطلع له المخطوطه السريه قدامه، وساعتها تاي لونج ما بيأخرش وقت وبيجري بسرعه عليه علشان يسرقها منه. وتخيل كده انه لما يعمل كده بو بيصدر له كرش وبيوقعه على الارض. وفي اللحظه دي تاي لونج بيبدا يتعصب اكتر وبيهجم عليه بكل قوه، وبتبدا اخيرا اهم معركه في التاريخ. لكن بو كان باين عليه ضعيف مقارنه بقوه تاي لونج اللي كان بيتحرك بسرعه ومدور الضرب فيه من غير ما يوقف. بس اللي كان مساعد بو ان كان عنده ليونه كبيره بسبب جسمه الطري، اما تاي لونج فكان كل اللي همه انه ياخد المخطوطه السريه. ولكن بو كان قادر يحافظ عليه، وكل ما تقع منه يجري وراها ويمسكها لحد ما بتطير من كتر القتال اللي بينهم وبتقع فوق جبل عالي جدا. طبعا بو مش هيقدر يتسلق المسافه دي كلها، فبيتخيلها قدامه كده حته كيكه، ومن جوعه بيتحول لنينجا وبينط فوق البيوت كلها بكل سهوله. ولما تاي لونج بيشوفه بالطريقه دي بيضرب الجبل ضربه قويه بيوقع المخطوطه بيها، ولكن بو بينط عليها وبيمسكها، وساعتها تاي لونج بيديله سوبلكس خلفي بيرزعه على الارض وبيزرعه زي
زي الشجرة. ولما الدنيا بتهدى شوية والتراب بيختفي بيظهر تاي لونج وهو ماسك المخطوطة في ايده وبو مرمي على الارض مش قادر يتحرك. ساعتها الكل بيتصدم من اللي حصل، وجبتك يا عبد المعين تعين، لقيتك يا عبد المعين عايز تتعان. ولكن كل ده بيتغير لما تاي لونج بيفتح المخطوطة وهوب بيتفاجئ انها فاضية، فبيتعصب جامد ما بيبقاش فاهم ايه اللي بيحصل لحد ما ابوه بيفوق وبيقوم يقول له ان السر مش في المخطوطة، وان السر كله بيكمن جواه لو آمن بنفسه. وبيقلب على الترابيزة واتقلبت الكفة، وبدأ ابوه يضرب في تاي لونج بكل قوته، مرة يرزعه في الارض ومرة يطيره في الهواء لحد ما بيهينه قدام الكل. وبعد شوية الاكشن دول بيقوم ماسك صبعه وعامل له حركة ووشي واللي بيطلع فيها بقوته السحرية وبيدمره للأبد. ولما الجو بيهدى شوية اهل القرية كلهم بيتجمعوا علشان يعرفوا مين اللي فاز، لحد ما بيتصدموا ان بو. ساعتها الابطال الخمسة بيوصلوا هم كمان وبيتفاجئوا باللي حصل، ولما بيشوفوا بو هو اللي فاز بيقتنعوا انه يستحق لقب التنين المقاتل. لكن بو ما بيفرقش معاه كل التحيات والهتافات دي، وبيجري بسرعة علشان ينقذ شيفو اللي لسه مغمى عليه في المعبد. ولما بيوصل بيلاقيه لسه مغمى عليه فبيحاول يفوقه، فلما شيفو بيفوق بيفتكر انه مات هو وبو وان هما دلوقتي في عالم الاموات بيتحاسبوا. ولكن لما بو بيعرفوا ان هما لسه عايشين وانه هزم تاي لونج ما بيصدقش نفسه وبيطير من الفرحه، وبيعرف انه اوجواي كان معاه حق لما اختاره يبقى التنين المقاتل وانه فعلا يستاهل يثق فيه بجد. عشان كده بيسيب بو يعمل اللي هو عاوزه، ومن اللحظه دي بيطمن انه سايب القريه في ايد امينه. ساعتها بنروح لمغامره جديده في حياه بو، بس بنبدا بقصه بسيطه عن قريه اسمها جونج مين اللي كل سكانها كانوا طواويس، وبنتعرف على ابن زعيم القريه اللي اسمه شين. شين ما كانش طفل عادي، ده كان كله مشاكل، معجون بميه فريد زي ما بنقول عندنا، مهووس بالالعاب الناريه جدا لدرجه انه بيستخدمها في كل حاجه في حياته وبيدمر اي حاجه تيجي قدامه. ولما اهل لقيوه بالشكل ده قرروا ياخدوه لعرافه القريه علشان تقول لهم على مستقبله. وساعتها العرافه لما بتبص على مستقبله بتعرفهم ان حياته هتنتهي على ايد حيوان لونه ابيض في اسود. فبيعرف شين انه هيموت على ايد دب باندا، وبيقرر يقضي على كل دببه الباندا في المنطقه، وقرر يغير قدره بايده. فهجم على قريه الباندا اللي جنب منهم وقتلهم كلهم، وكان مفكر ان اهله هيفرحوا بالخبر لما يرجع لهم بيه، لكنه اتفاجئ لما راح قال لهم ان هم اتضايقوا اكتر وقرروا ينفوه من القريه خالص. عشان كده شين شال في قلبه منهم وقرر ينتقم منهم، بس بعد ما يكبر ويبقى قوي. بتعدي سنين كتير وبنشوف شين بعد ما كبر وبقى عنده جيش من الذئاب بيستخدمهم علشان يصنعوا له كميه الالعاب الناريه اللي محتاجها، لكنه اتفاجئ بواحد منهم وهو بيقول له ان المعادن اللي بيستخدموها قربت تخلص من عندهم. ولكن شين ما كانش فارق معاه حاجه، وامرهم يهجموا على اهل القريه جنبهم علشان يسرقوا منها المعادن اللي محتاجينها. وفي اللحظه دي بنروح لبطلنا ابوه وهو بيتمرن مع زمايله وبيدخلوا تحديات اكل سوا على مين اللي يخلص الاكل الاول، لكنه بيبقى حاسس بالملل علشان ما عادش فيه مهمات كتير بيطلعوها. علشان كده بيروح للمعلم شيفو يساله لو في مهمه يعملها. ساعتها بنشوف المعلم شيفو وهو قاعد معتكف في الجبل بيمارس هوايته المفضله وهي التامل. وطبعا بو لما بيوصل بيدخل بالازعاج بتاعه وبيفصل المعلم شيفو عن قعدته وبيقطع تركيزه، وده بيخلي المعلم شيفو يتضايق قوي لكنه ما بيقولش حاجه. اما ابوه فكان مستغرب اصلا من طريقته ومش فاهم هو بيعمل ايه، فالمعلم شيفو بيرد عليه بانه بيمارس السلام الداخلي، وبيعرفه انه اتعلم الحكايه دي من الحكيم اوجواي قبل ما يموت. وعلشان يوريله وجه الاستفاده من الموضوع ده بيشوف نقطه ميه نازله من السماء، فبيجري بسرعه عليها بكل خفه وبيخليها تنزل على النبات بكل سهوله ومن غير ما يتغير شكلها ولا تتقسم على الورقه. ولما ابوه بيشوف الحكايه دي بيعجب بيها جدا وبيطلب من المعلم شيفو يعلمها له، فشيفو بيرد عليه بان كل مقاتل كونغ فو لازم يبقى عنده سلام داخلي ويعرف يطلع طاقته الخفيه وقت ما هو عاوز. ومن كتر السلام اللي جوه شيفو بيقعد فوق عصايه الحكمه بتاعه المعلم اوجواي وبيبدا يحكي لبو عن احساسه وقت ما المعلم اوجواي يختاره يبقى مقاتل كونغ فو، وانه ساعتها ما كانش فاهم الحكمه من اختياره لدرجه انه اتعصب لما اختاره اصلا، لانه ما كانش يتخيل ان هيجي اليوم اللي هيبقى مقاتل كونغ فو، وانه خالف كل توقعاته دي، وان اكيد الحكيم اوجواي شاف جواه اللي محدش تاني شافه. فلسه ابوه هيرد عليه بيتفاجئوا بتاي جريس وهي جايه تجري عليهم وبتقول لهم ان في عصابه بتهجم على قريه جنب منهم، فبيتحمس بو للموضوع وبيقرر ياخد الفريق بتاعه ويجري يساعد اهل القريه. لكن خلينا نسبقهم علشان نعرف ان العصابه دي هي الذئاب بتوع شين واللي كانوا قدروا يجمعوا كل المعادن اللي في
القرية وخلاص هيهربوا، لولا ان بو بيوصل هو وفريقه في الوقت المناسب وبيوقفوهم. فاول ما الذئاب بيشوفوا بو بيتفاجئوا وبيبان ان هم مصدومين، لانهم كانوا مفكرين ان دببة الباندا كلهم ماتوا زمان على ايد شين، ومن غير اي تردد بيهجموا كلهم مرة واحدة على بو عشان يقتلوه، لانهم عارفين ان شين مش هيرتاح لو عرف ان في باندا لسه عايش. لكن ولا واحد فيهم كان قادر يقف قدام بو ويعمل معاه حاجة. اما بو فكان عامل معاهم الصح كله ونازل فيهم طحن واحد ورا التاني، واللي بيقابله بيقلبوا على الارض. حتى اصحابه هم كمان كل واحد فيهم واخد له شوية ذئاب وعمال يتسلى عليهم، لحد ما بيظهر زعيم الذئاب وبيطلع المطرقة بتاعته وبيهجم بيها على بو. وبو مستني يشوف هيقدر يعمل معاه ايه وواثق في نفسه قوي، لكنه بيلمح وشم على دراعه بيفكره بحياته القديمة زمان، وساعتها تركيزه بيتشتت، ما بيبقاش مركز ولا شايف اللي هيحصل له. وده بيدي فرصة لزعيم الذئاب انه يديله ضربة قوية يرمي بيها لبعيد. بعدها بياخد المعادن ورجالته ويهربوا، فصحاب بو بيجروا عليه علشان يطمنوا، لكنهم بيتفاجئوا وهو بيقول انه هيروح يزور باباه. وفعلا بيسيبهم ويرجع للقرية علشان يقابل باباه بنج علشان يسأله هو جابه ازاي. وطبعا هو عارف ان بنج بطة فاكيد مش هيخلف دب باندا يعني. وساعتها بنج بيبدأ يحكي له عن حياته زمان، وان دورة الحياة الخاصة بيهم بتيجي من البيض، لكنه ما يعرفش دببة الباندا بتيجي للحياة ازاي. فبيرد بو عليه انه اكيد مش جاي من البيض زيهم يعني، لانه مش شبههم، علشان بنج يقرر بصراحة ويصارحه في الموضوع ده، وانه لقاه وهو طفل صغير وساعتها قرر يتبناه، وبيبدأ يحكي له هو لقاه ازاي. وبنرجع فلاش باك علشان نعرف ان بنج كان طالع الجبل يجمع توابل وخضار للمطعم بتاعه، لكنه شاف صندوق صغير من بتاع الخضار وهو مرمي على الارض وبيتحرك، واول ما فتحه لقاه قدامه ومفيش حد تاني كان حواليهم، علشان كده قرر ياخده ويربيه بدل ما يسيبه في الجبل لوحده وهو طفل. وانه فضل مستني اهله يظهروا في اي وقت، لكن ولا الهوا مفيش حد ظهر له، والسنين عدت ونسي الموضوع. وبنرجع تاني للحاضر وهو واخد بو علشان يفرجوا على الصندوق اللي لقاه فيه زمان. في الوقت ده بنروح لقرية جونجمين اللي كان فيها معبد للكونغ فو ومليان مقاتلين بيتدربوا على فنون القتال، لحد ما شين ظهر لهم وقرر يستولى على المعبد ده لنفسه، لكن ولا واحد من المقاتلين بيقبل انه يخرج من المعبد وبيتحدوا في قتال. كانوا مستهترين بقوته وان هم هيقدروا يقفوا قدامه، بس لما بيهجموا عليه بيبان ان هم ضعفاء قدام منه قوي، وده لانه ما بيقاتلش بنفسه، ده بينادي على رجالته اللي بيدخلوا عليه بمدفع كبير جدا وبيهجموا بيه على زعيم المعبد وبيقتلوه. الخبر ده بقى بيوصل عند شيفو في القرية اللي بيتضايق قوي، وبيقرر انه يدور على حل علشان يوقف اللي شين بيعمله، لكنه بيبقى خايف من الاسلحة بتاعته، علشان كده بيأمر المحاربين يوقفوه بسرعة. فبينطلقوا كلهم لقرية جونجمين، وطول الطريق بيتمرنوا علشان يبقوا جاهزين لمواجهته. في نفس الوقت كان شين هو كمان بيجهز نفسه للمواجهة، اما ابوه فبيحلم بعيلته القديمة وان هم تخلوا عنه وسابوه، والواقع اللي عاش فيه سبب له هلاوس وتهيؤات بقى خايف منها، علشان كده بيقوم مفزوع من النوم. وبنشوفه وهو قاعد في مركب صغيرة، فبيطلع يتدرب على السلام الداخلي ويحاول يتحكم في نفسه، لكنه بيبقى متعصب جامد والموضوع ده بيأثر عليه. فبتسمعه تايجريس وبتطلع تتكلم معاه علشان تهديه، لكنه ما بيبقاش هادي خالص ولا عارف يركز. على الناحية التانية كان شين بقى مغرور جامد من قوته، وكان مطمن انه مخلص على كل دببة الباندا اللي في العالم، يعني كده محدش هيقدر يوقفه. فبيروح بكل غرور يسأل العرافة عن المستقبل بتاعه، وهو واثق ان قوته دلوقتي محدش يقدر يوقفها، ولكن العرافة بتصدمه وبتقوله انه لو فضل على نفس الحال هيواجه مصيره، وبتقوله نفس الكلام اللي قالته له زمان. فبيستغرب شين ازاي وامتى ده حصل، وهو متأكد انه قتل كل دببة الباندا، ولكن مرة واحدة بيتفاجئ بزعيم الذئاب وهو داخل عليه يجري، وبيحكي له على ابوه اللي واجهه في القرية وهو بيسرق المعادن، وبيعرفه انه قوي جدا ومحدش بيقدر يهزمه. ساعتها شين بيتعصب عليه وبيطلب منه يجمع كل الذئاب ويروح يقبض عليه بسرعة. فالعرافة بتقوله انه مش هيقدر يغير مصيره، لكن شين بيتحداها، وانا يا اختي هعمل اهو ونشوف مين اللي هيضحك في الاخر. بنرجع مرة تانية للمحاربين وهم بيتجسسوا على المدينة وشايفين ذئاب كتير ماليين المكان، طبعا هيبقوا في خطر لو الذئاب شافوهم، علشان كده بيبدأوا يدوروا على اي لبس يتنكروا بيه. ما بيلاقوش قدامهم غير لعبة كبيرة بيدخلوا كلهم جواها، بس وهما ماشيين في القرية فجأة بيشوفوا واحد من الذئاب وهو عاوز يضرب واحدة ست، فبيتدخلوا في الموضوع وبيمسكوه يرنوا علقة محترمة. وقتها الست دي بتعرف ان هما مقاتلين كونغ فو، وبتقرر تقول لهم على مكان زعماء معبد الكونغ فو، وبتعرفهم ان هما محبوسين جوه زنزانة في معبد الكونغ فو عند شين، وبتوصف لهم الطريق كله بالظبط. فبيتحركوا كلهم على هناك، ولكن المصيبة ان الذئاب بيشوفوهم وبيبدأوا يهجموا عليهم، بس بيقدروا يهربوا منهم وبيتخفوا في براميل صغيرة.
صغيرة لحد ما بيوصلوا للسجن، وهناك بيتكلموا مع زعماء الكونغ فو، ولكن المفاجأة ان الزعماء دول كانوا مستسلمين على الاخر وشايفين ان هم علشان يقفوا ضد شين فالقضية خسرانة وان ده وقت الاستسلام. فبيحاول بو يقنعهم ان الكونغ فو الوحيد اللي يقدر يوقف شين عند حده، لكنهم مش مصدقينه، وده لان هم شافوا قوة شين الحقيقية وكل الاسلحة اللي صنعها. فبيضطر بو انه يستسلم هو كمان، وطالما انتوا عاوزين الانسحاب فانا مش معاكم، وبيسيبهم ويمشي. ولسه هيخرج هو وفريقه بيتفاجئوا بمجموعة ذئاب داخلة عليهم، فبيهربوا بسرعة منهم. وساعتها بو بيشوف زعيم الذئاب بيجري وراه بعربية صغيرة، ولكن الزعيم بيحدف عليه شوية أرانب بيخلوه ما يشوفش قدامه، وعلى ما بو بيحوشهم بيكون الزعيم هرب لمكان بعيد والعربية كمان بتتدمر. بس تايجريز بتدخل وبتنقذ الموقف، وبتقوم مدية رجل قوية لبو حادفة بسرعة كبيرة لحد ما بيقدر يوصل للزعيم، وبينزل فيه ضرب لحد ما بيطحنه، لكنه على ما بيفوق بيلاقي نفسه قدام معبد شين وحواليه مجموعة كبيرة من الذئاب محوطينه. فبيقبضوا على المحاربين كلهم وبينقلوهم للسجن. وقتها كان شين جاب العرافة معاه ومستني يكسب التحدي، ومبسوط قوي ان رجالته قبضوا على ابوه اخر دب باندا موجود، يعني كده مفيش نبوءة هتتحقق وهيقدر يكمل خطته. في نفس الوقت كان بو لسه ماشي ناحية شين، لكنه بيتفاجئ بسلم طويل عريض ملوش نهاية، وطبعا هو نقطة ضعفه السلالم الطويلة. ولما كان شين مستنيه فوق سمع صوت خبط ورزع على السلم، فمستني بقى يشوف مين المحارب اللي هيوقفه ده، وطالع يدبدب برجليه على اخره. اتفاجئ ان بو اساسا متشال وتعب من اول سلمتين. الفكرة بقى ان بو اول ما طلع لفوق العرافة كانت مركزة قوي معاه وعمالة تبصله على اخرها، لكن ولا على باله، هو بس مستني يشوف شين هيقتله ازاي. شين بقى كان بيتريق عليه على اخره، وانه ازاي محارب قوي والتنين المقاتل وهو اساسا شكله كده، وبيطلع مدفع من بتوعه علشان يقتله بيه. لكن كل لما يحاول يولعوا الشعلة تنطفي تاني، علشان نكتشف ان مانتس هو اللي بيطفيها، وبيحرر صحابه وبيهربوا بسرعة من المعبد. بس شين بيجري وراهم وبيلحقهم وهو فارد ديله او ريشه زي ما تحب تقول كده يعني. وقتها بتظهر نفس الرسم على ديله، فابوه بيبقى عامل زي السرحان كده لانه بيفتكر ذكرياته بيها، حاجة كده شبه السحر. وبيسأل شين لو كان موجود زمان في القرية بتاعت اهله، والصدمة بقى ان شين كان موجود هناك فعلا، بس يا دوب بيقول الجملة دي وبيهرب من المكان على طول. ساعتها ابوه بيقف مصدوم ومش عارف يعمل ايه، وعاوز يعرف اهله راحوا فين ولا ليه ما دوروش عليه طول العمر ده. الفكرة بقى ان شين يا دوب بيهرب من المكان وبيؤمر رجالته يدوروا الضرب على المبنى اللي ابوه فيه علشان المكان يبدأ ينهار فوق دماغهم وهم يحاولوا يهربوا. بس للأسف المبنى بيقع ويتحبسوا جواه، وشين مش مبطل ضرب عليهم من كل اتجاه، ولكن المحاربين بيتعاونوا سوا علشان يقدروا يهربوا، والنار محوطاهم من كل مكان. شين كان واقف هيتحسر على اللي شايفه، وازاي دب باندا قادر يعمل كل ده. فبيأمر زعيم الذئاب انه يجمع رجالته ويجروا بسرعة يقتلوه، وبيبقى خايف انه يعيش ويتهزم على ايده زي ما بتقول النبوءة. اما ابوه واصحابه فبيوصلوا لحد الزنزانة وبيستخبوا فيها، وتايجريز كانت قلقانة على ابوه جدا لان القرية كلها بتدور عليه، علشان كده بتطلب منه انه يفضل جوه الزنزانة وهم هيتعاملوا مع اللي بره، لانه طول ما هو معاهم هيبقى في خطر وهم كمان هيبقوا في خطر بسببه. فبيضطر بو انه يسمع كلامها وبيفضل زي ما هو. على الناحية التانية كان شين جايب العرافة وعمال يحكي لها خطته وانه ناوي يدمر العالم كله ويغزو الصين، ولكن العرافة بتحاول تهديه وترجعه لصوابه، وهو اي كلام علشان ما يعملش اللي بيقول عليه ده. لكنه بيبقى متعقد من حياته على الاخر وشاف ان اهله كارهينه والمجتمع مش حاسس بيه، بس مهما العرافة تحاول تتكلم معاه يرفض كلامها، وغروره بيبقى مهيأ له انه هيعمل اللي محدش هيعمله. بنرجع مرة تانية للمحاربين وهم بيتسحبوا وعاوزين يدخلوا قصر شين، اما ابوه فما سمعش كلام تايجريس وجه وراهم من غير ما يعرفوه، وبيضرب 2 من الذئاب وبيمسكهم ويتخف بيهم، وبيقدر يدخل القصر علشان يكتشف ان المكان عبارة عن مصنع كبير جدا مليان بالنار. ولسه هيفكر هيعمل ايه بيتفاجئ بشين واقف قدامه ونافش ريشه، وطبعا اول ما ابوه بيشوف الرسمة اللي عليه ما بيعرفش يبصله، وبتدور ما بينهم معركة كبيرة. بنروح وقتها للمحاربين اللي كانوا بيدخلوا مصنع شين، فاتفاجئوا بيه هو وبوه وهم بيتخانقوا. المهم شين بيرمي بوه على سير المكنة وبيحاول يوقعه في النهر، ولكن بوه بيقدر يتصرف وبيمشي مع السير لحد ما يلف الناحية التانية وبيهجم على شين من ظهره. فبتحاول تايجريس انها تفوق بوه لانها مش عاوزاه يتورط في قتل شين، بس الانتقام والكره ماليين عين بوه اللي زنق شين في الحيطة وهاتك يا اسئلة فين اهلي وعملت فيهم ايه والكلام ده. ولكن شين بيقول له جملتين لوحدهم يقفلوا اي حد، وهي ان اهله كانوا
كانوا كارهينه ومحدش فيهم بيحبه، وبيستغل ان تفكيره متذبذب وبيقوم آمر رجالته يضربوه بالمدافع علشان ساعتها بو يترمي المسافة بعيدة هو وكل زمايله. كان وقتها المعلم شيفو قاعد في الجبل وبيتأمل، فجأة حس بإن بو مش كويس، شكله كده هيتدخل في الموضوع، بس ما علينا منه دلوقتي. بو بقى بنشوفه وهو ماشي في النهر عايم على الوش لكنه فاقد الوعي، لحد ما بيظهر حد كده غامض وبيوقفه وبياخده معاه يعالجه. بنكتشف بقى اول ما بيفوق ان العرافة هي اللي بتساعده. من ناحية بو بيخاف انها تقتله او بتعمل معاه كده علشان تخلص منه وانها بتساعد شين. من ناحية العرافة بتطمنه من ناحيتها وبتعرفه انها لو عاوزة تقتله كانت قتلته اول ما شافته، لكنها بتزود الدنيا بقى وبتبدأ تحكي له عن اهله وانه موجود جوه القرية اللي اتولد فيها وازاي مش فاكر حياته القديمة بعد كل ده. وهنا بقى ابوه بيبدأ يركز ويبص في المية فيشوف شكله هو صغير ويفتكر كل الحاجات اللي مر بيها. وقتها العرافة بتحكي له عن كل حاجة، وان اهله كانوا بيحبوه وما فيش ولا كلمة من اللي شين قالها حقيقية، وان هو كمان اللي قتل عيلته زمان وخلص عليهم للأبد. لما شين هاجم على القرية باباه دافع عنه بكل اللي يقدر عليه، ولما حس انه مش هيقدر ينقذه طلب من مراته تاخد ابنهم وتهرب، ولكن الذئاب هم كمان بدأوا يطاردوها فما بقتش عارفة تعمل ايه. علشان كده حطت بو في صندوق خضار وعملت انها شايلاه علشان تضلل الذئاب. ووقتها الصندوق مشي في المية لحد ما بعد. لما بو بيعرف الحقيقة بيبدأ يتعصب شوية لكنه بيهدى تاني وهو بيفكر في شكل مامته وهي بتهربه، وبيبدأ يتمرن على السلام الداخلي وازاي يتحكم في قطرات المية. وفعلا من قوة تركيزه بيقدر يوجه قطرة المية فوق الزرع وكأنه دليل على السلام اللي بقى جواه، علشان يتخيل شكل مامته وهي بتنقذه وتموت بداله زمان. ولما العرافة بتروح تتكلم معاه بتعرفه بمصيره وانه لازم يواجه شين لان ده قدر، وبعدين بتسأله عن اللي ناوي يعمله فبيبص لها بو بطريقة غامضة شوية وبيقول لها ان بو التنين المقاتل هو انا. في نفس الوقت بنشوف تايجريس وباقي المحاربين وهم متكتفين ومقبوض عليهم عند شين اللي واقف قدامهم وعمال يتريق عليهم وناوي ياخدهم معاه على المركب علشان يخلص عليهم. وبياخد الاسطول البحري بتاعه وبيمشي وسط المدينة وهو متوجه ناحية الصين علشان يغزوها، واي حد بيشوفه بيخاف منه وبيستخبى على طول لان هم عارفين انه متهور وممكن يقتلهم بسهولة. ولكن المفاجأة بتحصل بقى وهم ماشيين في قلب النهر، كلهم بيلمحوا بو وهو واقف فوق مبنى عالي علشان شين يستغرب هو بيعيش كم مرة، والمحاربين تجيلهم الشجاعة ان هم يكملوا اللي بدأوه لان هم كانوا فاكرين بو مات. المهم شين بيؤمر الذئاب ان هم يصوبوا المدافع ناحيته، ولكن بو بيتحرك في كل اتجاه علشان ما يدلهمش فرصة يقتلوه، لحد ما بينط فوق المركب وبيحرر المحاربين علشان يساعدوه. وطبعا بيبقى عندهم فضول يعرفوا هو عاش ازاي، لكن مش وقته خالص الكلام ده. المفاجأة الكبيرة بقى ان زعماء الكونغ فو في القرية كلها كمان بيوصلوا وبيساعدوهم، فبيتفاجئوا كلهم ازاي غيروا رأيهم وجم، فبيعرفوهم ان المعلم شيفو هو اللي راح يتكلم معاهم. ولما بيبصوا وراهم بيتفاجئوا ان المعلم شيفو نازل ضرب في كل الذئاب ومحدش قادر يقف قدام منه. وهنا بقى الحماس بيزيد وكلهم بيدوروا الضرب في الذئاب، والمدافع عمالة تضرب حوالين منهم ومحدش راضي يبطل، ولكن محدش قادر عليهم، لحد ما شين بيؤمر رجالته ان هم يطلعوا المدفع الكبير ويوجهوه ناحيتهم. وفعلا ده اللي بيحصل، بس الضربة دي كأنها اللي بتجيب اجلهم لانها بتحدفهم لمسافة بعيدة من نهر، ومفيش حد من المحاربين كان قادر يوقف شين خالص بعدها ما عدا ابوه اللي كان نوعا ما بيحاول يقف على رجله، فبيطلع على الشط ويقف في وش شين بيتحداه. ساعتها شين بيؤمر رجالته ان هم يضربوه بالمدافع، اما ابوه فبيقف يركز علشان يستجمع قوته وكمان يرجع بقوة السلام الداخلي. وقتها بيبدأ يتخيل طلقة المدفع دي عبارة عن قطرة مية، وبيقدر فعلا انه يشكلها زي ما هو عاوز ويصوبها في اي ناحية تانية. الكل كان واقف مصدوم من اللي بيحصل ومش مصدقين ان بو قادر يعمل كل ده لوحده، خاصة شيفو اللي شاف بو بقى قوي جدا وقادر يسيطر على طاقته الروحية. ومن ناحية شين فما كانش مصدق اللي بيحصل وان في حد قادر يسيطر على طلقة المدفع بتاعته، وخاصة دببة الباندا لانه كان متعقد من نوع الحيوانات ده بالذات. لكن حظه بقى اللي ظهر له المرة دي ما كانش باندا عادي وهيوريه النجوم في عز الظهر، وعلشان كده بيبدأ يزود عدد الطلقات اكتر، عمال يصد في الطلقات ولا كانها صوابع كفتة، بيتفادى شوية ويصد شوية وحاجة تخلي الشعر يقف، لحد ما شين بيقرر يضربه بطلقة كبيرة من المدفع الخاص بتاعه. وكان مفكر ان الطلقة دي هي اللي هتوقف بو وهتقضي عليه، لكن المعجزة بتحصل بقى وبو بيقدر يسيطر على الطلقة دي كمان ويشكلها زي ما هو عاوز، وبيغير اتجاهها كمان وبيخليها تروح ناحية المركب بتاع شين اللي كان مليان بالبارود. وبمجرد ما الطلقة بتلمس المركب بينفجر وكل حاجة بتتدمر. شين بيبقى واقف محصور من اللي حصل وازاي حلم حياته بيتدمر
بيتدمر قدام عينه كده بسهولة. وساعتها بو بيحاول يتكلم معاه علشان يوقف اللي بيعمله ده، ولكن شين كان متغاظ منه جدا وما بيرضاش يتكلم معاه، وبيرجع يهجم عليه بكل قوة ويرمي عليه بقية القنابل اللي معاه واسهم كتير كمان. بس من حظه الاسود ان في عمود من السفينة بتاعته بيقع فوق دماغه، فبيخلص عليه وبيوقع بو في المية. وساعتها بتظهر تايجريس وبتحاول تخرج بو من المية، وهي مبسوطة انه قدر يوقف الخطر بتاع شين وينقذهم. ساعتها الكل بيبدأ يهتف باسم بو، وبقى واثقين فيه اكتر من الاول ومصدقين ان اسطورة التنين المقاتل بالفعل، وبتبدأ تنتشر حوالين منه قصص كتير جدا وبقوا يتكلموا عنه كأسطورة. حتى باباه بينج كان بيحكي عنه وهو مبسوط، بس بيتأثر لما بيفتكر إن أبوه خلاص مش هيرجع له مرة تانية ولا هيوافق يعيش معاه زي ما كانوا زمان، لكنه بيتفاجئ بأبوه وهو داخل عليه. واللي ما يعرفوش إن أبوه قرر يعيش معاه فعلا، لأنه احتاج يكون له أب يفيده بنصايحه، وإنه مش هيعرف يعيش في الحياة دي وحيد، خاصة بعد ما أهله الحقيقيين ماتوا. والمرة دي كان أبوه مبسوط برجوعه ده، لأنه عرف قيمة يكون له أب عاملة إزاي، بما إن أهله الحقيقيين ماتوا فما كانش يمتلك من الحياة دي كلها غير بينج. وهنا بننتقل لمغامرة جديدة لبو، بس المرة دي بنسبقه ونروح لعالم الأرواح علشان نشوف الحكيم أوجواي وهو قاعد في جلسة تأمل، وفجأة بيهجم عليه الثور كاي اللي بنعرف إن هما كانوا صحاب زمان، لكن أوجواي نفاه لعالم الأرواح لما لقاه بيعمل شر. ومن وقتها وكاي بيكره أوجواي وكان مستنيه يتنقل للعالم بتاع الأرواح علشان ينتقم منه. وبرغم إن أوجواي كان قادر يصد كل هجماته، ولكن كاي بيباغته وبيهجم عليه بسكاكين كتير، وبيعرفه إنه فضل مستنيه طول السنين دي علشان ياخد طاقة الاتشي بتاعته، وده لانه جمع كل طاقات الاتشي اللي عند مقاتلين الكونغ فو علشان يستخدمها ويرجع بيها لعالم الارواح. وما عادش باقي له غير طاقة اوجواي بس علشان ينفذ خطته، وبيبدا يسحب اوجواي ناحية حجر بلوري منور علشان يسحب طاقته كلها ويحوله لتمثال حجري. وخلينا نسميها شعلة نار من شكلها، لكن هي في الحقيقة عبارة عن كورة بلورية بتقدر تسحب طاقة الاتشي من عند اوجواي، وبتبدا تحول الطاقة دي بعد ما بتسحبها لحجر بلوري قوي جدا علشان كاي يقدر يستخدمه بكل سهولة. وبكده يبقى كاي قدر ياخد كل اللي هو عاوزه وينفذ نص الخطة بتاعته، ما بقاش فاضل له غير انه يستخدم الطاقة اللي جمعها كلها علشان يقدر يرجع لعالم الأحياء. وفي اللحظة دي بنسبقه احنا لعالم الأحياء، خاصة عند بو والمقاتلين زمايله علشان نشوفهم مقضيين الوقت في التدريب زي ما بيعملوا دايما، لحد ما بيظهر المعلم شيفو وبيعرفهم ان اليوم ده آخر يوم ليه معاهم كمدرب، وانه ناوي ياخد راحة من شغل التدريب ده ويقضي باقي حياته في جلسات التأمل بتاعته. وعلشان يطمن على الفريق بيعين بو يبقى المسؤول عنهم من بعده، وانه يدربهم كويس ويختار مقاتلين تانيين يكملوا المسيرة. وده تقريبا كان أسوأ قرار شيفو أخده، لأن زمايل بو كلهم بحلقوا ما بقوش شايفين قدامهم من كتر الصدمة، وكأنهم مش مصدقين ان بو هيبقى المعلم بتاعهم خلاص. حتى بو نفسه ما كانش واثق في روحه، وجري على المعلم شيفو علشان يرجع في قراره ده ويعين حد تاني بداله. ولكن المعلم شيفو ما بيرضاش يرجع في كلامه، وكأنه ما صدق خلص من الدور الصعب اللي كان عليه، ومحدش قدر يقول له حاجة ولا يعارض كلامه، لأن احترام المعلم عندهم كبير جدا. ويا دوب المعلم شيفو بيمشي من هنا وبو بيتدور من هنا، بيلاقي زمايله بيركعوا قدامه احتراما ليه، اللي هو انتوا بتعملوا ايه يا ولاد؟ احنا كده كده صحاب، لكن الاحترام ما بينهم واجب بقى. المهم بيبداوا التدريب تحت ايد بو، والمصيبة انه ما بيبقاش عارف قواعد التدريب ومخليهم يتمرنوا على اخرهم بس بطريقة غلط، ودي في حد ذاتها مشكلة لان هم بيتصابوا مع كل حركة. وبعد ما بيخلصوا التدريب كلهم ما بيبقوش قادرين يتحركوا من مكانهم من كتر الاصابات اللي اتصابوها، وكلهم بيقطموه. بس طبعا محترمينه علشان بقى هو المدرب، فبيحس بو انه مبوظ الدنيا، وبالليل بيروح يقف عند التمثال الحكيم اجواي ويتكلم معاه على اساس انه مش قادر يبقى مدرب كويس ولا يكمل الطريق من بعده. ولكن المعلم شيفو بيظهر ساعتها وبيساله عن اول يوم كمعلم، فبو بينهار قدامه وبيعرفه انه ولا معلم ولا نيله، وانه قرر يعتزل التدريب خلاص علشان هو مش هيقدر يمرن حد. فبيفكروا شيفو باول يوم جه عندهم المعبد كان شكله عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي، وبيعرفوا انه لو ما طورش من نفسه مش هيتعلم حاجه جديده، وانه لازم يمر بحاجات كتير من دي علشان حياته تتحسن. وبيحكي له بقى ليه الحكيم اجواي يختاروا يبقى التنين المقاتل، وانه واثق فيه انه هيغير العالم للاحسن، وانه كان شايف فيه حاجه كويسه تقدر تحمي الناس، وكمان علشان هو الوحيد اللي هيقدر يتحكم
يتحكم في طاقة التشي. وهنا بقى المعلم شيفو بيبدأ يحرك ايده بطريقة غريبة وعلشان تطلع منها نور غريب، ونعرف ان دي هي طاقة التشي. واول ما بو بيشوف اللي حصل ده بينبهر لانه ما كانش يعرف يعني ايه طاقة التشي اصلا. فبيعرفه المعلم ان الطاقة دي موجودة عند كل مقاتل كونغ فو، وانها بتحتاج لسنوات من التدريب والقتال علشان تتكون، وكل واحد جواه طاقة يقدر ينميها اكتر واكتر. في نفس الوقت ده بنروح لمكان تاني خالص علشان نشوف نور اخضر كبير طالع من الارض، وساعتها بنكتشف ان كاي هو اللي ظهر من تاني في عالم الاحياء وقدر يستخدم الطاقة اللي معاه كلها عشان يرجع، ودلوقتي اكيد هيدور على كل الطاقة اللي موجودة في العالم علشان يقدر يتحكم فيها. وهنا بقى كاي بيقابل ارنب وبطة وبيسألهم عن تلاميذ الحكيم اجواي، وبعد ما بيعرف مكانهم بيطلع شوية احجار صغيرة من جيبه اللي بتتحول على هيئة اشباح، علشان نعرف بقى ان الاشباح دي بتاعت معلمين الكونغ فو اللي هو قتلهم جوه عالم الارواح واستحوذ على طاقتهم. ودلوقتي بقى بيطلب منهم ان هم يجيبوا له طلاب الحكيم اجواي لحد عنده علشان يستحوذ على طاقته التشي بتاعتهم. بنرجع مرة تانية لبو وهو في مطعم باباه بينج وعمال يلعب ومش حاطط في دماغه حاجة، ولكن باباه كان عاوز يستغل وجوده وبيفكر انه هيبيع نودلز كتير بسببه، وبيعرفه انه لازم يساعده في المطعم شوية علشان يكسب فلوس كتير. لحد ما بيظهر دب باندا جديد وهو بياكل في المطعم، واللي بنعرف ان اسمه ليشان وجاي يدور على ابنه المفقود. وطبعا الكل بيسكت اول ما بيقول كده لان بو بيفضل يسأله عن شكل ابنه واللي حصل معاه. وهنا بقى بيكتشف ان ليشان هو باباه الحقيقي، فالكل بيفرح جدا ان بو اخيرا لقى اهله والمكان بيتملي فرحة. المهم بينج ما كانش مصدق ان ليشان يبقى الوالد بتاع بو الحقيقي وطلب منه اثبات على كلامه ده، فالكل قال له ان فيهم شبه من بعض، ولكن بينج ما كانش مصدق برضه لان مش اي دب باندا بيدور على ابنه التايه يجي يقول له ان بو هو ابنه. بس بو كان فرحان جدا وعمال يتكلم مع ليشان ومش فارق معاه وعاوز يعرف فين باقي اهله. فبيعرفوا ليشان ان في قرية سرية مخبيين فيها كل الدببة، ومن فرحتهم ببعض بيجروا يحتفلوا سوا وبيعوضوا كل لحظة كانوا بعيد فيها عن بعض. وبو بياخدوا كمان يعرفوا على فريقه والمعلم شيفو، ولكن لسه ما فرحوش ببعض لقوا جهاز انذار بيضرب، وده معناه ان في هجوم على القرية. فالمحاربين كلهم بيجروا يدوروا على مصدر الخطر وبيكتشفوا الاشباح اللي بتهجم على القرية، وبتدور معركة كبيرة ما بينهم. ولكن الاشباح كانوا اقوياء جدا، وده لان هم في الاساس مقاتلين كونغ فو، بس على مين بقى؟ بو وفريقه بيعلموهم الادب وبينقذوا القرية. ولما الاشباح بتتهزم على ايديهم كاي بيبدأ يتكلم بلسانهم هم وبيقول لهم انه هيدور عليهم في كل مكان لحد ما يلاقيهم وياخد قوة التشي بتاعتهم. وبعد ما بيخلص رسالته الاشباح بتتحول لهوا وبيرجعوا تاني لكاي. وقتها بو واصحابه بيقفوا مش فاهمين حاجة ومش عارفين مين كاي اللي جاي يدور عليهم ده واشمعنى هم اللي عاوز يسحب قوتهم. ساعتها المعلم شيفو بيجري على المكتبة يدور في كل المخطوطات على حد اسمه كاي لحد ما بيلاقي مخطوطة اجواي سايبها بيحكي فيها عن حياته القديمة، وبيعرفهم ان هو وكاي كانوا صحاب زمان وبيحاربوا سوا، ولكن كاي كان مغرور وعاوز يستحوذ على قوة العالم كله علشان كده هو نفاه لعالم الارواح، ولو حصل وقدر يرجع تاني لعالم الاحياء العالم هيبقى في خطر، وده بسبب قوة كاي الكبيرة وان محدش هيقدر يوقفه. هنا بقى بيقرروا كلهم ان هم يدوروا على مكان كاي قبل ما يوصل لهم، وخاصة انه لو وصل هنا هيدمر القرية كلها، فمن الاحسن ان هم يواجهوه بره. علشان كده بو بيروح مع ليشان لقرية الدببة ويتعلم طاقة التشي بما ان عندهم القوة دي ويعرفوا الاسرار بتاعتها، وبيفضلوا ماشيين مسافات طويلة ليل مع نهار لحد ما بيوصلوا اخيرا. ولكن بو في نص الطريق بيكتشف ان بين معاه في الشنطة وعاوز يروح معاه علشان يطمن عليه. واول ما بيوصلوا بيكتشفوا قرية مليانة بالدببة وكلهم عايشين حياة هادية ومريحة. فاول ما الدببة بتشوف بو بيركعوا قدامه، وبو كمان بيتعرف على اخته الصغيرة وما اقولكش على فرحته لانه لقى اللي شبهه، وبيفضل يحتفل معاهم ويلعبوا سوا وقت طويل. كل ده وبنج واقف يتفرج عليهم وخايف انه يخسر بو لانه بابا برضه. المهم القرية كلها بتعمل احتفال على شرف بو وبيعملوا حفلة كبيرة جدا، وبنج ما بيفوتش الفرصة دي وبيقدم لهم نودلز كتير. اما بو فبيشوف دبة وهي بترقص بالشرايط وبيعجب بيها من جمالها وخفتها، وكان عاوز يجرب الرقص بتاعها، فلما حاول بس اتكعبل وقع على وشه، وساعتها الكل بقى يضحك عليه. على الناحية التانية كان مانتش والطائر صحاب بو طالعين يدوروا على مكان كاي وماشيين ورا الاشباح بتاعته علشان يعرفوا مكانه، لحد ما وصلوا لمكان بعيد وسفينة وسط الصحراء. مانتس كان عاوز يدخل يشوف اللي جوه وفاكر نفسه هيهزم كاي، برغم ان صاحبه عرفه انه ما يدخلش علشان ما يخسرش قوة التشي بتاعته. ولكن مانتش ما سمعش كلامه ودخل غصب عنه، ويا دوب دخل من هنا والسفينة نورت بالضوء الاخضر، وده معناه ان قوة التشي اللي عند مانتس اتاخدت. ساعتها
صاحبه قرر يدخل يطمن عليه، ولكن للأسف كاي قابله ورماه بقوة بلورة سحرية وسحب قوة التشي بتاعته هو كمان. في نفس الوقت كان بو عمال يلعب مع أهله ومستمتع جدا بوقته وسايب صحابه يحاربوا كاي لوحدهم. أما بينج عمال يكسب فلوس بسبب النودلز اللي بيقدمه، وبو كان عاوز يعرف شكل مامته فقعد يسمع من باباه كل حاجة وكان نفسه يقابلها هي كمان، بس لولا القدر بقى. فلما باباه حس انه عاوز يشوفها فرجوا على صوره القديمة ليه معاها، بس لما كان صغير لسه. وهنا ابوه بيبدأ يفتكر آخر لحظات حياته معاها وقت ما انقذته وسابته في الغابة لوحده. بنرجع ساعتها للمعلم شيف وهو قاعد مع مانكي وتايجريس وبيدوروا على طريقة يوقفوا بيها كاي، لكنهم مش لاقيين مانتس ولا الطائر، لكن ما بيحطوش في دماغهم لان هم متعودين يطلعوا طلعات كتير لوحدهم واكيد ما حصل لهمش حاجة يعني، بس بيتفاجئوا بأرواحهم وهي بتهجم عليهم. فبيعرفوا ان كاي استحوذ على قوة التشي بتاعتهم، وفجأة بيظهر كاي قدامهم وبيهجم عليهم بالسكاكين، وبتدور معركة كبيرة جدا ما بين المحاربين وبين كاي، واي حد يقرب منه بيسحب قوة التشي بتاعته، فكان للأفضلية في القتال. وكاي كمان بيدمر التمثال بتاع الحكيم أجواي اللي شيفو فضل محافظ عليه طول السنين اللي فاتت وما كانش قادر يتحرك خالص. علشان كده كاي استغل الفرصة وسحب قوة التشي بتاعته قدام عين تايجريس اللي ما بقتش عارفة تعمل حاجة وخايفة تتصدر هي كمان تخسر قوتها. أما الحاج بو عمال يرقص ولا على باله حاجة ولسه هيبدأ يتعلم قوة التشي بتاعته. اتفاجئ بتايجريس جاية تزوره، فالكل اتصدم انها وصلت للمكان ده لكنها بتحكي لبو كل حاجة. ولما بيعرف اللي حصل لاصحابه قرر انه يرجع يساعدهم وبيطلب من باباه انه يعلمه قوة التشي بتاعة الدببة، ولكن باباه بيفاجئه بيعرفه انه ما يعرفش السر وانه جابه معاه للقرية علشان يحميه مش اكتر، علشان حس انه في خطر ومحبش يخسره تاني. ساعتها ابوه بيحس بالندم لانه ما كانش ينفع يسيب صحابه لوحدهم وما بيسمعش كلام باباه، لانه بيقرر يرجع صحابه تاني للحياة وبيجهز القرية كلها للحرب اللي جاية، وبيفضل يتمرن وقت طويل علشان يكتسب القوة. وبيبقى زعلان جدا من باباه ليشان، فلما بينج بيشوفه متأثر كده وحزين بيروح يواسيه وبيعرفه ان ليشان ابوه مهما كان اب في النهاية وانه عمل كده علشان خايف عليه، وزي ما بيقولوا عندنا كده بيحنن قلبه على باباه. ولكن بو ما بيحطش في دماغه بيروح يكمل تدريب. وهنا بقى تايجريس بتروح له وتعرفه ان اللي بيعمله ده مش هيجيب نتيجة، وانه لو فضل متضايق وشال جواه مش هيعرف يركز ومش هيكتسب القوة اللي بيدور عليها، وان القوة بتاعتهم دي مش هتقدر تهزم كاي لانه اقوى منهم وبيستخدم قوة مش عندهم. فبيتحداها بو في قتال وبيهجم عليها وبيحاول يثبتها باصبع ووشي، وبيعرفها انه هيستخدم الحركة دي عليه علشان يرجعه لعالم الارواح. فبتعرفه تايجريس ان كاي بيتحكم في جيش كامل من محاربين الكونغ فو وان قوته لوحدها مش هتعرف تعمل حاجة قدامهم، وبتقول له انه مش هيقدر يهزمه غير لو اتعلم طاقة التشي زي ما المعلم شيفو قال. ووقت ما كانوا بيتكلموا بيظهر ليشان وكل اهل القرية من جديد، وليشان بيعرفوا ان هم راجعين علشان يساعدوه، فبيفرح بوه جدا وبيجري يحضن باباه. ومن الوقت ده بيبدأ يدربهم كلهم على الرماية والجري والضربات، وبعد ما بيخلص كورس التدريب ده بيقول لهم على الخطة بتاعته وان دورهم يشتتوا كاي لحد ما يلاقي الفرصة المناسبة ويهجم عليه، وساعتها يحرر كل اصحابه ينضموا للجيش بتاعهم. وبعدها بيروح يقعد لوحده فبيتفرج على مخطوطات قديمة للقرية وبيكتشف ان اجداده كانوا بيستخدموا قوة التشي هم كمان، فبيحاول يعمل زيهم لكنه ما بيلحقش يعمل حاجة لان كاي بيوصل اخيرا وبيهجم على كل سكان القرية. بس بو ما بيستخدمش عضلاته، ده بيبدأ يستفزه ويتريق عليه. وقتها كاي بيطلع كل الاشباح بتاعة المحاربين وبيشكلهم على هيئة مقاتلين علشان يهجموا على بو، ومن ضمنهم المعلم شيفو واصحابه مانتس والطائر. فبيبدأ كاي يتحكم فيهم ويخليهم يهجموا على بو، ولكن بو بيجري منهم وتقريبا كده كان بيستدرجهم جوه القرية. ولما بيحاول مقاتل فيهم يهجم على بو بيظهر 2 من الدببة وبيصدوا الهجوم بتاعهم، وباقي الدببة هم كمان بيظهروا بيهجموا على باقي المعلمين وبتدور ما بينهم معركة كبيرة جدا. والدببة الصغيرة كمان بيستخدموا الألعاب النارية، بما إن كاي بيشوف من خلال عين الأشباح دول فما كانش قادر يشوف بسبب الألعاب النارية. وقتها بو بيستغل الفرصة وبيستخدم الدرع اللي صنعه مع باباه ليشان وبيهجم بسرعة على كاي وبيمسك إيده علشان ينفذ عليه حركة إصبع ووشي. بس الحركة دي مش كل مرة هتعرف تحل المواضيع لأن كاي مش مجرد مقاتل كونغ فو عادي، وكمان كاي بيسخر منه وبيتريق عليه وبيعرفه إن الحركة دي بالذات تنفع على المقاتلين اللي من نفس نوعه هو، إنما اللي زي كاي ما بيتأثرش بيها مهما حصل. وبيقوم محول كل المقاتلين لحجارة وبيرجع يهجم على بو علشان يقضي عليه، وبتدور بينهم معركة شرسة. ولكن بو بيقدر يتفادى كل الضربات بتاعته برغم صعوبتها، بس كاي ما بيستسلمش وبيجمع قوته كلها علشان يضربه بيها وبيقوم راميه على الأرض
الارض، وبيطلع حجر الحكيم اوجواي قدام منه وبيتريق عليه وبيعرفه انه قدر يهزم المعلم بتاعه، فما بالك بقى بيه هو. في اللحظه دي بو بيتاكد انه مش هيقدر يعمل معاه حاجه، وخاصه لما كاي بيبدا يلف السكاكين اللي معاه حوالين اهل القريه علشان يخوفهم منه. وقتها بو بيبدا يبص على الناس وهو فاقد الامل، ولما بيشوف تايجريس هي كمان مستسلمه كده بيحس ان هم خلاص مش هيعيشوا تاني، علشان كده بيقرر يضحي علشانهم ويحاول ينقذهم، وبينط على رقبه كاي وبيحاول يكتفه علشان يعمل اغرب حاجه في حياته، وهي انه يستخدم حركه اصبع ووشي على نفسه فيقوم مختفي هو وكاي مع بعض. وفعلا بتطلع طاقه كبيره جدا وقوه هايله بتدمر المكان كله وبيختفوا هما الاتنين من المكان، والنتيجه ان هما الاتنين بينتقلوا لعالم الارواح. فكاي ما بيصدقش نفسه وبيتفاجئ انه رجع للسجن اللي خرج منه بصعوبه، وعاوز بقى ينتقم من بو على اللي عمله فيه باي طريقه، وبيرجع يهجم عليه بكل قوه وبيكتفه بالسلاسل بتاعته بيشدوا بيها ناحيته علشان يديله ضربه قويه جدا من بتاعته، وبيبدا يمارس عليه نفس الحيله اللي عملها قبل كده، وهي انه يسحب منه طاقه الاتشي الخاصه بيه علشان يستخدمها ويرجع بيها لعالم الاحياء من جديد. في اللحظه دي بنرجع مره تانية لعالم الاحياء علشان نشوف الناس متجمعين في نفس المكان لسه، وبيبصوا على ورق الشجر اللي بينور مكان ما بو اختفى، فبيعرفوا ان بو لسه عايش وانه يقدر يرجع تاني للعالم بتاعهم، بس محتاج لمساعده كبيره، وعلشان كده ليشان بيقرر انه يساعده. في الوقت ده بنروح لعالم الارواح علشان نتابع المعركه الكبيره اللي بين كاي وبو، وبنشوف كاي وهو بيسحب من بو طاقه الاتشي بتاعته، لكن اهل القريه ما كانوش واقفين ساكتين لانهم كانوا بيجمعوا طاقه الاتشي الخاصه بيهم هم كمان علشان يساعدوا بو بيها، برغم ان هم ما يعرفوش عنها حاجات كتير، لكن بيعملوا اللي عليهم وبيوجهوا ايديهم ناحيه المكان اللي اختفى منه لحد ما ايديهم هي كمان بتبدا تنور، وده معناه ان طاقه الاتشي بتاعتهم بدات تشتغل هي كمان. وقبل ما بو يتحول لتمثال حجري بالكامل بتبدا الطاقه بتاعتهم توصل له، وساعتها بيفهم اللي بيحصل وبيحاول يستخدم طاقتهم علشان يفك نفسه من قبضه كاي لحد ما بيتحرر اخيرا من قبضته وبيرجع يهجم عليه، فبيوجه له ضربه قويه جدا بيحدفه بيها لبعيد. ساعتها بو بيبدا يتحول لشكل اجداده لما كانوا بيستخدموا نفس الطاقه زمان، وبيستحضر قوه التنين المقاتل اللي عنده علشان يوقف كاي بيها، لكن كاي كان واقف يتفرج عليه ومصدوم من قوته الكبيره وازاي قادر يعمل كل ده برغم ان هم في عالم الارواح يعني، وبيحاول يوقف بو قبل ما يحصل على قوه التنين المقاتل كلها، لدرجه انه بيحدف سكاكين كتير قوي عليه ما بتنفعش، فبيحاول يكتفه بالسلاسل لكن برضه ما بتجيبش نتيجه، وبو بيقدر يكسر السلاسل كلها بكل سهوله. واخيرا بتكتمل عمليه التحول وبيظهر روح التنين المقاتل جنب منه علشان تساعده، وبتدور معركه قويه جدا بينهم. وقتها بو بيستغل وجود قوه التنين المقاتل معاه وبيوجه قوته كلها ناحيه كاي اللي ما كانش قادر يعمل حاجه قصاد القوه الهائله دي، ما بيقدرش حتى انه يستخدم قوه الاتش بتاعته. ساعتها بو بيستغل الفرصه وبيحرر ارواح كل المقاتلين اللي كاي كان استحوذ عليهم، وبيرجع كل واحد لمكانه مره تانية. وبما ان كاي خسر كل قوته فبو بيستغل الفرصه دي وبيهجم عليه بكل قوه وبيدمره بحركه اصبع ووشي. في الوقت ده كان اهل القريه زعلانين علشان بو مرجعش من تاني وفكروا انه مات ومش هيرجع لهم مره تانية، ولكن بو كان واقف بيتكلم مع الحكيم اوجواي اللي بيشكره انه انقذ العالم من شر كاي وبيعرفه انه اختار صح وبقى واثق فيه اكتر، وبيديله عصايه الحكمه بتاعته كمكافاه، فبو بيستخدمها وبيفتح بيها بوابه لعالم الاحياء علشان يرجع لهم من جديد، لكنه بيتفاجئ باهل القريه وهم واقفين مستنيين وبفارغ الصبر، ولما بيلاقي زمايله هم كمان رجعوا للحياه بيفرح جدا وبيعرف الحكمه من اختياره تنين مقاتل، وبيقرر ينفذ كلام المعلم شيفو ويبقى المعلم الجديد بتاع الفريق، وان مش سهل اي حد يكون معلم، ده لازم يكون حكيم في قراراته، وبيوافق على كلام شيفو وبيتولى مهمه تدريب الفريق. المره دي بقى مغامره غريبه جدا علشان تاي لونج بيرجع فيها من الموت وراجع مخصوص علشان ينتقم من بو ويعرف الكل انه يستحق لقب التنين المقاتل مش بو، وعلشان كده لما بيظهر قدام عمال في الجبل بيدمر المصنع بتاعهم فوق راسهم وبيطلب ان هم يعرفوا كل اهالي القريه انه راجع للحياه من تاني. في نفس الوقت كان بو قاعد مع بنج في المطعم بيخططوا لمستقبلهم الجديد، وليشان بقى شغال معاهم هو كمان، ولكن بو منسيش اهم حاجه وهي حمايه القريه، وعلشان كده لما بيسمع ان في سمكه عملاقه بتشكل تهديد على الناس بيقرر يروح يعاقبها ويقضي عليها، وبتدور معركه شرسه جدا ما بينه وبين السمكه، لكن ما بتطولش قوي لانه بيقضي عليها بكل سهوله. ولما اهل القريه بيشوفوا اللي بيحصل بيحتفوا باسمه فبياخدهم معاه للمطعم بتاعه، بيفضل يحكي لهم عن مغامراته لدرجه انه بيخترع حاجات من دماغه، تقدر تقول بقى هلاس قد الدنيا. وطبعا بطلنا الهمام لما بيعمل كده بيكسب بونت زياده عن
عند أهل القرية اللي بيبدأوا يهتفوا باسمه. لكن في وسط الاحتفالات دي بيظهر مجموعة أطفال وبيقطعوا الاحتفالات علشان يسألوا بو عن المحاربين الخمسة زمايله، فبيعرفهم بو إن كل واحد فيهم ليه مهمة خارج القرية واللي هيخلص مهمته هيرجع لهم من تاني. ساعتها بنعرف إن مفيش مقاتلين كونغ فو في القرية غير بو بس. وفي اللحظة دي المعلم شيفو بيطب عليهم وبيبقى متعصب وعينه بتطق شرار لأنه شايف إن بو بقى مهتم بالكلام أكتر من الفعل وناسي دوره خالص في حماية أهالي القرية وقاعد يحكي لهم في حواديت وخلاص. وبياخدوا معاه للمعبد اللي بيتمرنوا فيه علشان يتكلموا براحتهم. في البداية شيفو بيعرفوا إنه لازم يختار خليفة ليه علشان يكمل المشوار اللي بعده، وإن دي سنة الحياة ولو دامت كانت دامت لغيرك يا صاحبي. ولكن بو ما كانش متعود على الجد وواخد الموضوع بهزار. فالمعلم شيفو بيبدأ يشرح له كلامه وبيعرفه إنه بعد ما كان تنين مقاتل خلاص جاله وقت اللي يبقى فيه حكيم ويختار حد تاني يكمل المسيرة من بعده. فالمعلم شيفو بيوضح له هو يقصد إيه وبيعرفه إنه أول ما يختار التنين المقاتل الجديد هيتحول هو لحكيم القرية الجديدة مكان أجواي زمان بالظبط. ولكن بو ما بيبقاش عاجبه الموضوع وعاوز يفضل التنين المقاتل زي ما هو لأنه عاوز يحارب الأشرار وخلاص. فشيفو بيعرفه إنه طالما الحكيم أجواي اداله عصاية الحكمة بتاعته يبقى أكيد علشان عاوزه خليفة ليه. وقتها بو بيقول له إنه ما يعرفش حاجة في حياته غير القتال وإنه عاوز يفضل يقاتل وخلاص. فالمعلم شيفو بيقول له إن مش كل حاجة لازم يبقى فيها قتال وإن الأهم من كل ده هو نشر السلام جوه العالم ومش كل حاجة بتتحل بالقتال، أوقات بتنطلب الحكمة برضه. وبيعرفوا إن هم هيختاروا التنين المقاتل بكرة الصبح وبيسيبوا ويمشي. وتاني يوم بنشوف المقاتلين وهم بيستعرضوا مهاراتهم وبو وشيفو قاعدين جنب بعض مستنيين العرض يخلص. ولما بيجي ميعاد اختيار التنين المقاتل الجديد بو بيتوتر جدا وبدل ما يشاور على حد من المقاتلين بيشاور على نفسه هو، وكل ده علشان مش عاوز حد تاني يبقى مكانه. فأهل القرية بيطبلوا له، ما هو بيفرحوا بأي حاجة وخلاص بقى، ما عدا المعلم شيفو اللي بيبقى متضايق منه. وعلشان كده بياخد بو عند الشجرة العظيمة اللي الحكيم أجواي كان بيقعد عندها وبيعرفه إن لازم يجي له يوم ويبقى في مكان تاني وهي دي سنة الحياة وشوية كلام عن الإيمان وكده. ولكن بو ما كانش حابب أي منصب تاني، هو عاوز يفضل زي ما هو يقاتل طول حياته وخلاص. فالمعلم شيفو بيعرفه الحكمة من إنه يبقى حكيم القرية. لكن بو ما بيبقاش فاهم حاجة وتقريبا كده مطبق ما نامش من امبارح وبيفضل قاعد ساكت تحت الشجرة يتأمل يمكن يفهم حاجة، لكنه بيفكر في 50 حاجة مع بعض وما بيقدرش يركز لحد ما بيلمح حرامي وهو بيتسحب ناحية القصر وساعتها بيجري وراه علشان يقبض عليه ولكن ما بيشوفهوش. وبنكتشف ان الحرامي ده بيقدر يتخفى كويس وبو مش قادر يعرف مكانه لدرجة ان الحرامي بيبقى ورا ظهره وبو برضه مش حاسس لحد ما اخيرا الحاج بو بيشوفه من خلال مراية. فالحرامي بيرمي سكين على بو ولكن بو قدر يوجهها لناحية تانية وبيهجم على الحرامي لدرجة ان بتدور ما بينهم معركة كبيرة. واخيرا قناع الحرامي ده بيتكشف وبنعرف انها بنت ثعلبة، لا هي ثعلبة فعلا مش شتيمة. وبنعرف بقى ان اسمها جين وبتسرق من زمن طويل وكمان جسمها خفيف عن بو فتلاقيها بتتحرك بخفة عنه لدرجة انها بتقدر تسرق منه عصاية الحكمة. ولكن بو بيتعصب ساعتها وبيمسك سلسلة يلفها حواليها يكتفها قبل ما تهرب وبيرجع العصاية مرة تانية وبيسجنها في قفص. في الوقت ده بيوصل عمال المنجم اللي تاي لونج هجم عليهم بالليل واللي بيبقوا جايين يبلغوا بو باللي حصل. فبيتصدم بو لان تاي لونج المفروض جوه عالم الارواح. ولكن جين الثعلبة لما بتسمع الكلام ده بتقول له جملة واحدة بس وهي ان كل خطوة صغيرة بتسيب اثر مكانها لحد ما تكبر. ولكن بو ما بيفهمش حاجة منها. وبعد شوية بنشوفه وهو ماشي في الجبل ورايح يشوف اللي حصل في المنجم لكنه بيكتشف اثار تاي لونج على الارض وصدمته بتزيد بقى لما بيلاقي اثاره بتتغير كل ما يتحرك شوية كمان. فبيفتكر ساعتها كلام جين وبيقرر يروح لها السجن. المهم اول ما بيوصل لها السجن بتعرفه ان تاي لونج الحقيقي ما سابش عالم الارواح وان اكيد الساحرة كاميليان هي اللي خدت شكله. وبتبدأ تحكي له عن كاميليان كل حاجة زي انها حرباية شريرة وبتقدر تتشكل على اكتر من شكل وعندها قدرة سحرية كبيرة. فبيستغرب بو لان ليه كاميليان تيجي لقريته على شكل تاي لونج، اكيد عاوزة توصل رسالة او تاخد حاجة. وهنا بقى جين بتدخل في نص الكلام وبتعرض عليه انها توصله بكاميليان علشان يهزمها وده طبعا مقابل انه يخرجها من السجن. ولكن بو بيبقى رافض الفكرة تماما وجين مش عتقاه عمالة تقنع فيه على اخرها ما هي فرصة بقى علشان يحررها لحد ما بتقدر تأثر عليه فعلا وكان هيحررها. بس من حظها الاسود ان المعلم شيفو بيطب عليهم فجأة قبل ما تتحرر وبيسأل بو عن اللي بيعمله معاها. فبيبدأ يحكي له عن الساحرة كاميليان وانه خايف تكون بتخطط لحاجة شريرة وبيعرفه ان دي اخر مهمة هيقوم بيها.
القتال، وبعدها هيوافق يبقى الحكيم ويختار حد تاني مكانه. وطبعا المعلم شيفو ملوش اي تأثير عليه خالص، علشان كده بو بيحرر جين وبياخدها معاه توصله بالساحرة كاميليان، وبيفضلوا ماشيين طول الطريق يتكلموا مع بعض. ولكن جين بتفضل تتكلم معاه عن العصاية السحرية وانها ازاي بتقدر تفتح بوابة لعالم الارواح. في نفس الوقت ده بنروح لقرية تانية وبنشوف مجموعة مجرمين وهم متضايقين علشان كاميليان فرضت عليهم ضرايب كتير جدا، وهم مش قابلين بالضرايب دي وعاوزين يخلصوا عليها بأي طريقة. فالدب بيقترح عليهم ان هم يقتلوا كاميليان ويخلصوا منها للأبد، ولكن التمساح بيعترض على قراره وبيقول له انها ممكن تبقى وسطهم هنا، ولو سمعتهم مش هيبقى طيب. لا، والتمساح بيفاجئهم كمان وبيتحول لحقيقته اللي بيطلع هو كاميليان الحقيقية بس متخفي. فبيحاولوا يعتذروا لها على اجتماعهم ده، ولكن كاميليان بكل براءة بتقبل اعتذارهم عادي مقابل انها تزود الضرايب ل 60%. وطبعا الدب بيعترض على الكلام ده لانه مش هيلاقي ياكل. وقتها كاميليان بتقرر انها تخلص منه، ما هو اصلا من شويه كان عاوز يخلص عليها، وبتحول شكلها لفيل عملاق وبتزقه من فوق سلم القصر. على الناحيه التانيه بنشوف بينج وهو بيتسحب من المطعم، لكن وهو خارج بيقابل ليشان واقف بره، والاتنين بيتخضوا ان هم خارجين نص الليل. بنكتشف بقى ان هم الاتنين قلقانين على ابوه، علشان كده قرروا يخرجوا وراه ويطمنوا عليه، وطالما هم الاتنين كده فقرروا يمشوا سوا. بنروح ساعتها لبو وجين اللي كانوا وصلوا لمدينة جونيبر اللي كاميليان ساكنة فيها، وجين بتحكي كل حاجة لبو وان كاميليان مسيطرة على القرية دي كلها، وعلشان يقدروا يوصلوا للقرية دي لازم يسرقوا مركب. ولكن بو بيعترض على الموضوع ده وبيقرر انه يأجر مركب مش يسرقها، وبيشوفوا مطعم كبير موجود على تل على البحر، فبيشك ان ممكن يلاقي فيه قبطان. وفعلا بيدخلوا هما الاتنين المطعم، وجين بتاخد بالها ان في حرامية ومجرمين كتير زيها، فيا مراحب بتسيب بو يخلص في حوار المركب ده وبتروح تلعب معاهم قمار. بس وهي بتلعب عمالة تسرق منهم على اخرها ومحدش حاسس بيها لدرجة انها بتكسبهم كلهم. اما بو فكان قدر يقنع صاحب مركب موجود على المينا مقابل انه ياخد ضعف الفلوس. ولما جين بتخلص اللعب بتاعها بيكون معاها فلوس كتير جدا، علشان كده بتعزم بو على اكل كتير جدا، وبتقرر انها تدفع تمن المركب عادي، ما هي فلوس جاب السهل بقى. لكن وهم قاعدين ياكلوا بو بيخبطها غصب عنه، وساعتها كل الاوراق المزوره اللي معاها بتقع منها. والبلطجيه لما بيشوفوا الورق بيعرفوا انها كانت بتغشهم، وعلشان كده بيصوروا ضدها وعاوزين يقتلوها. وبما ان عددهم كان كبير جدا فكان صعب على بو وجين ان هم يقتلوهم، بس بتدور معركه كبيره جدا بينهم. وبرغم ان بو وجين شويه وسط العدد ده كله الا ان هم قدروا يتصدوا لهم ووقفوا قدامهم، ولان المكان اللي كانوا بيتقاتلوا فيه كان موجود فوق تله عاليه قوي ولكن ضعيفه، وبسبب كده المكان كان هيقع بيهم. وعمال يتطوح في كل اتجاه شويه ومحدش عامل حساب لحاجه خالص، لكن اللي فيه ده ما بيبطلوش. جين بتسرق فلوس الناس كلها، وده ما بيعجبش بو لانه ما بيحبش الغلط، وعلشان كده بيقرر يرجع لكل واحد حقه. ولكن قبل ما يعمل الخير بيلاقي اللي طالع له بيزقه بره المكان خالص، لولا انه بيمسك في خشبه صغيره كانت هتتكسر بيه. على اخر لحظه بيقدر يلحق نفسه، لكنها بتتكسر، ومن حسن حظهم ان هم بيقعوا جوه المركب. وهنا بقى بيظهر صاحب المركب اللي هو بجعة اصلا وبينقلهم لمدينه جونيبر. وجين كانت فرحانه قوي انها خلاص راجعه لقريتها، وبتبدا تحكي لبو عن حياتها وهي صغيره وانها كانت يتيمه ومش لاقيه تاكل لحد ما في حد اتبناها واهتم بيها، ومن ساعتها وهي بتحبه. فبيتعاطف بو معاها وبيديها اكل، وبيبدا يحكي لها انه كان يتيم هو كمان، ولكن لما بنج لقاه وانه مش عاوز يبقى حكيم ونفسه يفضل التنين المقاتل، فجين بتقول له انه مش لازم يعمل اللي انطلب منه، المهم انه يعمل اللي ارتاح فيه. في نفس الوقت بنروح لكاميليان وهي متابعه عمال المصانع، وتقريبا كده بيصنعوا لها حاجه كبيره لحد ما بيظهر التجار الكبار وهم جايبين لها ذهب وياقوت ومرجان وفلوس وحاجات كتير جدا، وطبعا على هيئه ضرايب مفروضه عليهم. ولكن كاميليان ما بيعجبهاش كل الذهب ده، وبتطلب منهم ان هم يروحوا يجيبوا اكتر من كده، وبيتغير شكلها لشكل مرعب وهي بتقول انها هتسيطر على العالم كله. وتاني يوم بنشوف بو وجين لما وصلوا للمدينه اخيرا، وبو كان مبهور باللي شايفه جوه المدينه ومن شكل الناس الغريب وان ازاي اعدادهم كبيره كده ومرتاحين. ولكن جين بتبقى ماشيه مبسوطه وبتعرفوا ان القريه كان اجمل من كده زمان قبل ما كاميليان تفرض عليهم ضرايب. وفجاه وهم ماشيين بيشوفوا رجاله كاميليان وهم بيضربوا في التجار وبياخدوا منهم فلوس كتير، فبيعرف بو انه هيواجه جيش كبير جدا ده بالاضافه لكاميليان نفسها، وبيحس انها اكيد موجوده في القصر اللي على الجبل. لكن وهم ماشيين بيتفاجئ بصور جين متعلقه على الحيطان واللي بيبقى مطلوب القبض عليها، فبيتخض لانها ممكن تورطه. بس جين بتطمنه ان الشرطه ما بتدورش عليها دلوقتي، ويا ريتها ما قالت
التالت لان فيه 2 من الشرطة بيظهروا ورا منها وبيقبضوا عليها، فبيحاول بو ينقذها وبيدافع عنها علشان يسيبوها، وبيعرفهم بنفسه وان هو التنين المقاتل. ولكن المفاجأة ان محدش بيبقى عارف مين التنين المقاتل ده ولا بيعمل ايه، وتقريبا صيته موصله لحد عندهم وبيفتكروه شريكها هو كمان وبيقبضوا عليه معاها. بس جين كانت ثعلبة صحيح، قدرت تسرق مفتاح الشرطة وفتحت الباب وهربت هي وبو. لكن بيظهر عدد كبير من الشرطة وهم بيجروا وراهم وبيدمروا كل حاجة حرفيا في طريقهم، ما هم اصلا تيران كلهم. بس جين بتسحب بو من ايديه وبينزلوا الحفرة، وبعدها بيقعوا فوق عربية بتتحرك بيهم بسرعة. لكن كل ده والشرطة برضه وراهم، دول لو عارفين هم هيمشوا فين مش هيوصلوا بالسرعة دي. المهم كل ده وبو وجين لسه بيحاولوا يهربوا منهم، وبعد مطاردة طويلة بيوصلوا لشارع صغير بيتفاجئوا بالشرطة محاصراهم من كل مكان. لكن جين بتفضل تطبل على طبلة لحد ما واحدة منهم بتتفتح وبيدخلوا جواها هما الاتنين، وعلى ما الشرطة بتوصل ما بيلاقوهمش. بنكتشف بقى ان الطبلة دي عبارة عن بوابة سرية لتحت الارض، وبو وجين كانوا بينزلوا جوه نفق لحد ما بيوصلوا لمدينة تانية خالص، والمدينة دي بقى كلها مجرمين وهي نفسها المكان ده اللي جين كانت عايشة فيه. ولكن بيظهر واحد من المجرمين وبيطلب من رجالته ان هم يقبضوا عليهم، وطبعا الست جين مبهدلة الدنيا بره وجوه، بس جين ما بيبقاش هاممها، وبنعرف ان معاها التنين المقاتل وهو اللي هيحميها ولسه هيستعدوا للقتال هما الاتنين. بو بيفتكر كلام المعلم شيفو وانه لازم يتعامل بحكمة، فبيحاول يثبت البلطجي بكلمتين، ولكن البلطجية بيفهموا كلامه غلط، بيفتكروا انه يقصد يضربوا جين كل يوم شوية مش كل مرة واحدة، وبيسيبوه وبيمشوا. فبيستغربوا ان هم فهموه غلط، هو انا بتعامل مع حيوانات ولا ايه؟ المهم بو وجين بيضطروا ان هم يقعدوا جوه المدينة الليلة دي، وبو عمال يتكلم مع البلطجي يمكن يتعرف عليه، ولكن البلطجي ما بيبقاش عارف غير المعلم شيفو بس. اما حوار التنين المقاتل ده فما سمعش عنه قبل كده. تاني يوم بنشوف بنج وليشان وهم واقفين قدام مطعم الارانب، وده نفس المطعم اللي بو وجين كانوا فيه علشان يسالوا على بو طبعا. لكن بنج بيقرر انه يدخل المطعم لوحده الاول وبيسال، وليشان بيفضل بره. فاول ما بنج بيجيب سيره بو المطعم كله بيتجمع حواليه، ولما بيعرفوا ان باباه بيخنقوه من رقبته وكانوا هيرموه في حله الشوربه لولا ان ليشان بيتدخل في الوقت المناسب وبيهددهم كلهم وبيمثل عليهم ان هو اللي معلم بو الكونغ فو، ولو ابنه كان قوي كده فهو اقوى منه، ما هو المعلم بتاعه. وبيفضل يرزع ويهبط في الارض والمطعم بيتمرجح معاه، وفعلا اللي في المطعم بيخافوا منه وبيعرفوه ان بو راح لمدينه جيونبرج. فبيخرج ليشان مع بنج ويدوب بيحط رجلهم بره المطعم بيلاقوه واقع في البحر. في نفس الوقت بنشوف بو وجين وهما بيتكلموا مع بعض وبيقرروا ان هما يخرجوا للقصر بتاع كاميليان، فبيفضلوا يتسحبوا والحراس نايمين زي ما هما لحد ما بيتسلقوا مسافه كويسه. بو بتحزقه العطسه ساعتها، فبتحاول جين تحط ايدها على وشه ولكن ما بتلحقش، وبسم الله ما شاء الله مدفع رمضان بيضرب في وشها والحراس كلهم بيصحوا واجري يا مجدي، وبتبدا مطارده كبيره بينهم. لحسن الحظ بيقدروا يهربوا منهم. المصيبه بقى ان هم بيدخلوا جوه مدخل مليان فخاخ، والفخاخ بتشتغل عليهم، فبينطوا من قلب الفخاخ وهم مش عارفين ازاي. وتخيل كده دب باندا بينط نطه البهلوان دي لحد ما بيدخلوا جوه اوضه كبيره جدا، ولسه ما خلصوش من المدخل بيقع قفص كبير فوق بو. وقتها بقى بتبان جين على حقيقتها، بتاخد منه عصايه الحكمه وبتديها لكاميليان، وبنكتشف بقى ان كاميليان هي اللي لقيتها زمان وربتها واكيد ولائها هيكون ليها هي. اما كاميليان فبتدخل دخلة اللي يروح ما يرجعش، وبتلوم بو انه بيثق في اي حد يقابله. وطبعا كل ده وبو مصدوم من جين ازاي تخونه بالشكل ده. فبتبدا كاميليان تحكي له عن حياتها وانه طول عمرها عاوزه تلعب كونغ فو ولكن مهاراتها مش قد كده، وكل ما تروح لمكان يرفضوها، فهي طورت من نفسها وبقت اقوى ساحره وبتقدر تتشكل على هيئه اي حد هي عاوزاه بسهوله، وانها كانت عاوزه عصايه الحكمه علشان تفتح بيها بوابه عالم الارواح وتاخد بيها قدرات الكونغ فو اللي عند المحاربين كلهم، وساعتها هتبقى بارعه في الكونغ فو محدش هيقدر يوقفها. فبيتعصب بو جدا وبيحاول يدمر القفص ولكن ما بيقدرش. فبتعرفه كاميليان ان القفص ده مسحور ومش هيقدر يخرج منه، ولكن دماغ بو بتشتغل اخيرا وبيبدا يضرب في الارض ويدمرها، وطالما الحديد مسحور اكيد الارض لا. وفعلا بيقدر يخرج من القفص لكنه بيقع تحت الارض، وبيظهر مجموعه حراس وهم بيهاجموه، ولكن بو عمال يقاتل فيهم على اخره ومحدش قادر عليه، وبيقدر يهرب منهم لبره. بس في 2 من الحراس بيجروا وراه ويدوب كان هيخرج من الباب قام مشلوحهم ومدخلهم في بعض ومخليهم واقعين. ولسه الحاج بو بيتدور لقى جين قدام عينه وهي جايبه معاها عصايه الحكمه
الحكمة وبتعتذر له عن اللي حصل، لكن بمجرد ما بيقرب منها بيلاقي جين الحقيقية جاية من بعيد، فبيفهم على طول ان اللي واقفة قدامه دي هي كاميليان. بس كاميليان ما بتديلوش فرصة وبتقوم مدياله رجل موقعاه من فوق الجسر. وقتها بيبان على جين انها متأثرة عشانه، ولما كاميليان بتاخد بالها بتحس انها بقت متعاطفة معاه وبتفكرها بدورها وانها لازم تسمع كلامها هي. في نفس الوقت بنكتشف ان بو موقعش ولا حاجة ولسه متعلق في عصاية، لكن من سوء الحظ ان واحد من الحراس بيشوفه وبيهجم عليه وكان هيوقعه، لولا ان بنج بيظهر في الوقت المناسب وبيهجم على الحارس يوقعه، وبيوصل لشان هو كمان وبينقذهم بأعجوبة وبيقدروا يطلعوا مرة تانية من على الجسر. لكن لما بيقعدوا سوا بو كان متأثر وندمان انه ما سمعش كلام شيفو، وانه لو كان سمع كلامه وقعد في القرية ما كانش كل ده حصل. فبيحاول بنج يواسيه ويهون عليه وبيقول له ان المهم اتعلم من اخطائه. بس بيسمعوا صوت جاي من بره، ولما بيبصوا بيشوفوا الحراس وهم شايلين اقفاص كتير جدا وطالعين القصر. على الناحية التانية كانت جين لسه زعلانة على ابوه، ولما كاميليان بتاخد بالها بتقول لها انها لازم ما تثقش في حد ولازم تخدع اي حد في سبيل انها توصل للي عاوزاه. فبتستغرب جين من كلامها وبتسألها لو كانت بتستغلها، فكاميليان بكل سذاجة بتعرفها انها جايباها هنا مصلحة، وانها هنا لما اتبنتها كانت برضه مصلحة، ودلوقتي اصلا معرفتها بيها برضه مصلحة، ويوم ما تخلص مصلحتها هتكرشها من هنا خالص. فبتتصدم جين من كلامها ما بتبقاش عارفة تقول ايه. وتخيل لما تحب حد فيخزوقك ويديلك الطريحة. المهم كاميليان بعد ما بتقول البقين دول بتقوم مطلعة عصاية الحكمة وفاتحة بوابة عالم الارواح، وبتبدأ تستدعي ارواح كل المحاربين اللي ماتوا علشان تاخد قوتهم. كل ده وجين ماشية بتبص عليها بتخاف من اللي بتعمله وبتحس انها لازم تعمل حاجة صح وتدي لكاميليان درس عمرها علشان بتفكر في بو. على الناحية التانية كان ليشان وبنج بيحاولوا يمنعوا بو انه يروح يقاتل كاميليان، ولكن بو بيرفض كلامهم وبيبقى مصمم يقاتلها علشان ياخد حقه. وعلى ما بيوصل كانت جين خارجة من القصر، فلما بتشوفه بتفرح انه لسه عايش وبتروح تعتذر له عن اللي حصل، ولكن بو المرة دي ما صدقهاش وفضل مكمل طريقه. فبتحاول جين تمنعه من الدخول لانه مش هيقدر يواجه كاميليان دلوقتي، بس بو ما بيسمعش منها وبيسيبها ويدخل. وقتها بيظهر ليشان وبنج هما كمان، فجين بتجيلها فكرة وبتجري على حرامية زمايلها علشان تجيبهم يساعدوا بو، وبتحاول تتكلم معاهم علشان يعملوا تحالف قوي يوقفوا بيه كاميليان، وان دي فرصتهم الوحيدة اللي هيقدروا يعملوا فيها حاجة ولازم يتحدوا سوا. وفعلا بتعرف تقنعهم وبيبدأوا ينفذوا الخطة سوا. في نفس اللحظة بنروح لبو اللي كان قدر يتسلل للقصر أخيرا، لكنه بيتفاجئ إن في مقاتلين كونغ فو كتير محبوسين في قفاص. ساعتها تايلونج بيشوفه وبيبدأ يتريق عليه وإن الحكيم أوجواي اختار غلط وإنه أكيد هيندم على اختياره ده، فبيعتذر لبو على اللي حصل فيه زمان وبيوعده يرجع له قوته مرة تانية، وبيجري على كاميليان علشان يتحداها في قتال مقابل إنها ترجع له عصاية الحكمة من تاني. بس كاميليان بتأثر مع الموضوع وبتحدف له العصاية وبتعرفه إنها ما عادتش محتاجاها في حاجة خلاص، وبتهجم عليه بكل قوة وهي عمالة تتحول لأشكال كتير علشان تستخدم قوتهم كلهم مرة واحدة ضده. وطبعا بو ما كانش قادر عليها لأنه مش قادر يحدد يقاتلها بأنهي أسلوب بالظبط. ساعتها جين بتقرر تتدخل وتساعد بو علشان يهزموا كاميليان، وده بيخلي كاميليان تتعصب جدا عليها وبتتحول لوحش عملاق جدا وبتهجم عليهم سوا. والمعركة كانت شرسة لدرجة إن الضربات كانت في كل اتجاه ومش قادرين نحدد مين بيضرب ومين بيتضرب. ساعتها كاميليان بتلجأ لحيلة جديدة وبتسيح الأقفاص الحديد علشان ترميها على بو وتحبسه جواها، وبالفعل بتنجح تعمل كده وبتحبسه جوه القفص. ما بيقدرش يحرر نفسه، ولما جين بتحاول تساعده ما بتعرفش، فبيضطر بو انه يطلب منها تقاتل كاميليان لوحدها وبيشجعها انها اكيد هتقدر تهزمها لو امنت بروحها. وعلشان يديها ثقة اكبر بيرميلها عصاية الحكمة تقاتل بيها، وبالفعل الطريقة دي بتنجح معاها وجين بتصدق في روحها وبتبدأ تقاتل كاميليان بكل قوة. ولكن شوية الشجاعة دول بيروحوا بسرعة لان كاميليان بتحط عليها حرفيا، وفجأة عصاية الحكمة بتنور وبيظهر فوق منها شبح تنين ضخم جدا. فبتفهم جين انه التنين المقاتل وبتستخدمه ضد جين وبتخليه يضربها ضربة قوية فبيغمى عليها. وبيوصل زمايلها في الوقت ده هم كمان وبيساعدوا بو وبيفتحوا له القفص وبيبقوا مبسوطين ان هم اخيرا خلصوا من كاميليان. ولكن جين كانت في وادي تاني خالص لما بتشوف بو وهو خارج من القفص بكل سهولة، فبتفهم انه كان يقدر يفتح القفص من البداية لوحده وبتسأله هو ليه ما عملش كده من بدري اصلا. فبيعرفها انها كانت لازم تثق في روحها وما كانش قدامه غير الخطة دي علشان تكتسب الثقة دي من تاني. ولكن فجأة كل ده بيتحول مرة تانية لما كاميليان بترجع تفوق وتهجم عليهم، بس بو كان مركز معاها من بدري وبيقوم لافف مديها
لها ضربة واحدة قاضي عليها بيها، وبيسحب منها كل القوة اللي أخدتها من المحاربين وبيرجعها لأصحابها. وفي المقابل بيظهر كل المحاربين وهم بيدوا التحية لبو، فبيحس بو بقيمة اللي هو فيه وإن مش سهل أبدا تبقى التنين المقاتل، وبيشكر كل المحاربين إن هم عرفوه قيمة اللي هو فيه. وبياخد جين معاه وبيرجع على القرية علشان أول ما بيقابل شيفو يعرفه إن اختار جين تبقى خليفته وتكون التنين المقاتل من بعده. وبرغم إن شيفو ما كانش عاجبه اختياره زي ما هو ما كانش عاجبه اختيار الحكيم أوجواي ليه زمان، إلا إنه بيسلم أمره وبيوافق على اختياره ده. ومن اللحظة دي بتبدأ جين مهمتها في حماية العالم من الشر بصفتها التنين المقاتل الجديد. ولحد هنا بتخلص سلسلتنا النهارده. أتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك والشير، واستنونا في كل جديد. يلا سلام.